ايه يا جميل؟ هو هيتوب هنا ولا ايه؟ اللهم قوي ايمانك يا شرقي. ايه يا سعدون؟ ضمنتني؟ ما انا كده مازو، انا اصلا معيش بطاقه، انا سائق كبير، كانوا هيمسكوني تحري. انت بتشوف هو انت جاي تنجدني ولا جاي تنقطني؟ جرى ايه؟ ما انت كده كده ميت يا مازو. قصدي انت كده كده رايح في داهيه. انت الراجل لازم يتنازل، الموظف ده لازم يتنازل. استنى. السلام عليكم يا فندم. وعليكم السلام. انا سعدون اخو الولد الكبير. الولد غلط واحنا هنبهدله في البيت. احنا لازم يعني انا بص معلش عشان هو يعول الاسره. ده ابنه، لو شفت ابنه هيتشرط كلب ولا يسوى ابنه ده، والا مراته حضرتك بشعر كده لو شفتها انت هتخاف. سامح معلش. مستحيل، دي رشوه، فين احترامي الذاتي؟ هديك 500 جنيه وتنازل. رشوه تاني؟ ده انت مقطع شرايينك بقى، فين مبادئي؟ هديك 700 جنيه وخش اشهد ان انا صاحبك وكنت بديك فلوس الجمعيه. دي شهاده زور بقى. فين 700 جنيه؟ ايه ده؟ يعني انت شهاده زور تمام انما رشوه لا؟ في ازدواجيه في الملامح عندك. انا تمام في اي حاجه، لكن موضوع الرشوه ده مش غاوي قوي، انما شهاده زور، اختلاس، ابتزاز، انا معاك فيه وهعمل لك سعر حلو. خد نمرتي خليها. حلو المبدا. افهمك يعني. حبيبي حلو قوي. اديله 700 جنيه بقى وخش معاه وهو بيتنازل. هاخدهم 800. انت بتبتزني؟ ابتزك ايه؟ ما هو كنا بقاله 3 ساعات بينفخ فيك. انت اشمعنى انت يعني ايه زي الخيار تمد لبره؟ في ظابط ورا. خش. حاضر. بابا. ضحى، انت ايه اللي جابك يا ضحى؟ احنا مش اتفقنا يا بابا ما تعملش كده تاني؟ ما انا يا حبيبتي. يرضيك الناس يقولوا عليا بنت شري الحرامي؟ لا يا حبيبتي، ما يرضينيش، انا مش هعمل كده تاني. يبقى يلا بينا نغني الاغنيه اللي احنا بنحبها. اجمل من في الحفله مين؟ دبدوبه التخينه اللي لابسه. بعد اذنكم يا جماعه، بعد اذنك يا ضحى، انا مش دبدوبه التخينه ولا جاي عشان الحفله ولا حاجه. انا جاي اقول لك بس ان بابا النهارده اخر يوم ليه هيسرق، مش كده يا شرقي؟ لا بابا مش هيعمل كده تاني. ومن النهارده ايه يا حبيبتي العند اللي انت فيه ده؟ مش ممكن يعني. يا حبيبتي خليه بس يشتغل النهارده عشان يجيب لك حاجات حلوه وهو مروح. لا يا استاذ، انا خلاص، انا جات لي علامه من ربنا، مش هعمل كده تاني. انا بالنسبه لي خلاص يا استاذ، خلاص اتفضل خد بنتك واتكل على الله. يلا يا حبيبتي. أجمل من في الحفلة مين؟ دبدوبة التخينة. تبقى وحشه جدا. معقول يا جميل؟ من صباحيه ربنا مش عارفين نقفش مجرم واحد بس؟ مجرم واحد. ما هو برضه يا مستر وسيم عشان نلاقي مجرم مش بسهوله. اتقل بس ناكل ونشحن وعلى لك درجه في سلم الاجرام. يا عم تنيل بقى ولا سلم الاجرام بقى بتاع. انت خوتني من الصبح وعمال تقول لي انا عتيد الاجرام. انت مش قلت عتيد الاجرام دي؟ انا عتيد الاجرام وعنتيل كمان. بتنيل بقى، امال طول عمرك عرفت بحكاياتك. مش عارف انا ونانا، مش حكيت لي انت مره انا ونانا رحنا سرقنا محل البقاله بتاع ابوه؟ اللي سرقت بقاله ابوه ده كان راضي. راضي؟ انت عمرك ما حكيت على راضي ده. انا ما حكيتلكش على راضي. الواد ده كان جدع قوي اياميها، كنت لسه ببتدي مشواري في الممنوعات. تريننج يعني؟ فعلا كنت بلبس تريننج، بس التريننج كان ضيق عليا قوي. كانت الصبح تجاره ممنوعات، وبعد الظهر سرقه المحلات، وبالليل بقى معاكسه البنات. حلو قوي كفايه كده. يلا كل بقى، كل ترشي. فسلام على الواد ترشي. مره انا والواد ترشي ده كنا جعانين، نزلنا نشوف اكل، قلشنا 3 محلات لكارفور في وقت واحد. 3 محلات كارفور انتوا 2؟ والله العظيم 3 محلات في وقت واحد. ماشي حلوه دي. كل سجق يلا. يا سلام، فكرتني بالواد سجق. الواد سجق ده كان اشهر حرامي محافظ فيك يا بلد. والله كان رفيع كده واسمر زي السجق. خلاص يا جميل كل جرجير يا حبيبي. ولا جرجير؟ جرجير ده بقى كان الاسم الكودي للبانجو عشان البوليس ما يخرجش. حلو قوي. الوهاوي طبعا. كل الف كلام يا عمنا. انا متشكر قوي يا سعدون انك وقفت جنبي. انت بتقول ايه يا مازو؟ انا مش عارف اقول لك ايه. عارف يا مازو انت معزتك في قلبي قد ايه؟ حاصل ضرب معزه سعدون يا بنتي في تهاني أس 2. الله عليك، انا قلت انت مش هتعبرني بعد ما طردتك من البيت. بصراحه برضو انا مش جاي عشان سواد عيونك، بس اصل انا شامم ريحه حلوه. ايس كريم ولا ايه؟ لا، ريحه الزمن الجميل. انها لحظات لا تنسى. انه اللعب
صاحبي اوعى تفتكر ان انا مصدق ان انت جاي الاسم كده، لا انت عمرك ما تخش الاسم الا عشان اللعب. اللعب ايه يا سعدون اللي انت ايه اللي فكرك باللعب دلوقتي؟ انا بطلت لعب من زمان ومش ناوي ارجع له تاني. انا بقيت اكره اللعب اكتر ما بكرهك. انا من ساعه انت جاي تخرجني يا موزو؟ ما تسيبنيش، خرجني لو سمحت يا موزو، حرام عليك. الحق يا موزو، شيماء ايه ده؟ دي شيماء ده اللي جابها هنا؟ صدفه غريبه قوي. ما تسيبنيش يا موزو. صحيح صدفه غريبه جدا. اعمل نفسك مش ناسي. يلا بينا. يكون اهلك ساعدوني انك رجعت تلعب من وراه. انا هحكي لك على كل حاجه. هي مية بقى قلت اعيش في جلباب ابي واشتغل معاه في سرقه الخزن. ابويا الله يرحمه ويفك سجنه، ما انت عارفه. لا يا حبيبي احنا دخلنا له السجن قبل كده. عملتها مره التانيه وقلت اتوب، مش بتاعتي. خلاص بقى يا جميل، انا مش عايزك تاخد اعدام. اعدام ليه؟ بعتني بكام يا صاحبي؟ استنى، عملتها قبلك. انا مش هروح السجن لوحدي. خد دي تسليه. فلفل، فكرتني بالواد فلفل والله. بس حلوة قوي كده. احنا متشكرين يا استاذ وسيم والله. الجرايم اللي هو عملها دي هتوديه ورا الشمس عشان تبطل تلعب مع اسراء من ورايا. جدع يا مستر وسيم، تفكير شياطين، لعيب قوي بس حقير قوي قوي. اتفضل حضرة الظابط. هظابط. انا ممكن اتصل بالمحامي بتاعي؟ يلا يلا. حاضر يا باشا. هاتوا على البوكس. باشا يا باشا، في ايه يا باشا؟ كده اخر حلاوه. اديني واحد حلاوه. انا ما رجعتش للعب عشاني. ما عشان مين؟ عشانك. عشان ايه؟ ايوه انا عارف ان انت بايع هدومك وعلى الحديده. حديده؟ ده انت متفائل قوي. ده انا زفلت من الحديده وبعتها. ده انا بهوهو يا صاحبي. بس انت سعدون الصراحه مش هينفع تلعب معايا اول مره دي. لا ما انا كده خاف عليك. ما انا لو ما لعبتش معاك فانا هزعل، ولما بزعل بتكلم كتير ومصر كلها تعرف ان انت بتلعب، وساعتها ايه الرنه دي؟ دي اللعبه لما تخسر. ايه الرنه دي؟ دي اللعبه. ما انا خسرت. ده انت مجرد فتحتني في الموضوع خسرت. اما لو لعبت معايا هتعمل فيا ايه؟ شوف انت بقى. خلاص يلا بينا. طب وشيماء؟ شيماء انت عايزها في حاجه؟ لا انت عايزها في حاجه؟ لا. يلا بينا. يلا بينا. موزو ما تسيبنيش يا موزو، ما تسيبنيش. طب رجع لي لعبتي يا حبيبي. المكان امان. تحجد. هو احنا بنسحب ليه يا موزو كده؟ ايه الموضوع؟ وسيم لو شم خبر ان احنا هنا هيحفل علينا. يلا. حفل عليك انت يا حبيبي، لو واحده كنت كسبانه وانت خسرتني. خلاص بقى ما تقعديش يا مصمص. ايه يا حبيبي، فاكر ان انت هتزوغ مننا ولا ايه؟ ازوغ منكم؟ وانا ازوغ منكم ليه؟ وبعدين انتوا بتعملوا ايه هنا؟ وسيم قال لنا اننا لازم نحتفل بيك عشان النهارده عيد الطفوله. عيد فرحه. واجمل فرحه. بس كل سنه وانت تافه زي ما انت يا مازو بيه. ايه رايك في السربرايز؟ عجبتك وانا عامل نفسي بلعب معاكم؟ كل سنه وانت طفل زي ما انت يا مازو. ما شاء الله عليك، واخد تقل دم ابوك بالظبط. تقول لي دم ابوه ايه؟ ده اتقل من ابوه مره ونص. اللهم صل على النبي يعني. ايه صوت السلام، ربنا يخليك يا بس. طب خلاص خلصنا الحفله، يلا كل واحد على بيته. يلا. ايه ده؟ ايه يا مازو، مالك في ايه؟ انت في حاجه مضايقاك قوي او معلمه عليك قوي ولا ايه؟ او يمكن الحاجه دي مضايقه شيماء قوي ولا ايه؟ ليه يا حبيبتي؟ انا اصلا ما بحسش، وبعدين ما فيش حاجه تقدر تضايقني، واحنا اصلا متعادلين. متعودين ان احنا ننام بدري وكده، فلازم تمشوا. اهدي شويه. اهدى ايه بس يا مازو، احنا عايزين نحتفل بيك النهارده عيد الطفوله. لعلمك انا كلمت بسيوني وشويكار، قلت لهم تعادل يا جماعه نحتفل مع مازو، قالوا لي تعادل يا سيدي نحتفل. خلاص يا وسيم بقى، بطل استظراف بام تقل دمك ده. ايه ده؟ انت بتتكلم معايا كده ليه؟ تعادل معايا باسلوب احسن من كده. ايه ده؟ الواد ده ايه اللي جابه هنا؟ احنا مش معلقين صورته على باب العماره؟ ممنوع يهوب هو والكلاب البلدي. صحيح يا خالتي، علقت صورتي مع الكلاب، بس انا جاي لي ينتقم. انا جاي العب معاهم. لا ما الحاجه بتحلاوه. خلاص بقى. خلاص يا سعدون، خلاص يا حبيبي، خلاص. بقول لك ايه يا جماعه، يلا عشان عيد الطفوله وكده، التقاليد بقى ان احنا زي الاطفال ننام بدري وكده. ايه بتقول ايه؟ هديه جايه لوسيم بيه؟ استنى انا جاي له حالا.
انا وسيم. مطلوب مني يا فندم اوصل لك الهديه دي. شكرا. ايه الهديه دي يا وسيم؟ قول لها ايه الهديه دي يا وسيم؟ مش بتحفل عليا؟ اعترف بقى. الهديه دي ده جايبها له عشان بمناسبه يعني عيد الطفوله وكده. ايه ده؟ مدبولي بيعيط فوق ولا ايه؟ ايه ده؟ انت واقفه ترغي هنا وسايبه بولي بيعيط؟ لا بولي مش بيعيط، ده صوت موبايل اكيد. وانا هتوه عن صوت ابني؟ بولي عنده دلوقتي بوتي تريننج. وهو البوت تريننج مش محتاج كوتش يقف جنبه؟ لا يا حبيبي هو هيعملها لوحده. يوه انت ليه بتخليني نرفوه كده؟ استنى بس يا بسبوسه، استنى بس يا ولاد يلا خش جوه يلا. يا خش يا كيمو، خش يا عاق. كل دي فلوس يا فخد العرب. اما نفتح بقى الهديه بتاعتنا ونشوف جاي لنا ايه. يلا قيسوا. ايه ده؟ مايكرويف؟ كل الهبد اللي احنا عملناه عشان مايكرويف يا اسراء ينفع كده؟ لا بس شكله ماركه محترمه، هو مكتوب عليه ميد ان صفت اللبن. الحمد لله ان احنا خسرنا. تتعوض يا صاحبي. خساره. رجعيه بقى معايا اشوف هنلف ولا نعمل فيه ايه. ايه ده؟ هي اللعبه ما بقتش تدي فلوس ولا ايه؟ مرة كسبت اللعبة بعتت لي طقم بايركس. بايركس؟ ليه هو صاحب اللعبه الشيف الشربيني ولا ايه؟ وانت بتعمل ايه هنا يا سعدون؟ انت مروح معانا ليه اصلا؟ ايه يا مازو، مش انت قلت لي هلعب معاكم؟ ايوه انت قلت لك هتلعب معانا مش هتعيش معانا. يلا بعد اذنك يا استاذ سعدون. يلا بعد اذنك ما تلاش رغي كتير. يلا يا سعدون بقى. الله ما تعصبنيش. ربنا يستر. يلا تعالى. رايح فين؟ وراه. انا هبكي. وراه. حبه الحقني. ايه ده الميكرويف متروس فلوس. حبيبتي عيش. ده مش ميدن صفت اللبن، ده ميدن سامسونايد. يلا روحي بقى نخش نسخن العشاء بتاعنا في الميكرويف. لا خلاص ده العشاء هيتحرق خلاص. هيتحرق خالص. بعد اذنكم يا اغبياء. انا كنت كسبان ارجع عليه طعم. هنعوض اسكتي. تعالي بس. فاضل 10 ثواني انا هرد. بس يوني انا بلعب. يا مساء الفل والياسمين على حبايبنا الحلوين. مطلوب تجمع فريق من 4 أشخاص ومحدش فيكم يضحك لمدة 24 ساعة. 24 ساعة ما نضحكش؟ وما تنامش فيهم وما تنعزلش عن الناس وما فيش تعادل، لازم حد هيخسر والجامد اللي هيصمد للآخر فريقه هيكسب 200,000 جنيه. واضح ان انا جيت في الوقت المناسب. 200 جنيه جايزة المهمة. 200 جنيه زي ما 200 جنيه هم بس علينا كلنا 200 جنيه. من دلوقتي لحد اخر التحدي مش عايز اي حد فيكم يضحك، مش عايز اي حد يبتسم حتى. كل واحد يحاسب على كلامه، وبلاش الكلام اللي هو فيه غباء وهطل ده ساعدونا علشان ما تضحكش زميلك. ومش كلام بس، الحركات بقى اللي هي بتقعد تعملها والحاجات دي ما تعملهاش يا سعدون. انت بالذات حاول تكلمني بظهرك طول الوقت عشان انت وشك بيضحكني. اكلمك بظهري اللي انت هتديني حقنه؟ دي قله ادب، دي ايه ده؟ معلش يا سعدون التحدي ده بس عشان خاطري. يلا ليه؟ ايه يا زكريا؟ خليه يديني وش عشان ظهره يضحكنا اكتر. لا سكته. ايه ده؟ طب خلي بالكم يا جماعه، الممنوع مرغوب. يعني الحاجات اللي ما كانتش بتضحكنا في العادي هتضحكنا دلوقتي. طب بقول لك يا مازو، بالفرض يعني لو انا حسيت ان انا هضحك اطلع من المأزق ده ازاي؟ لو حسيت ان انت هتضحك حاول تفكر في اي حاجه حزينه تيجي في دماغك. ما للاسف مفيش حاجه حزينه في حياتي خالص. مفيش حاجه حزينه في حياتك يا زكريا؟ ده انا من ساعه ما شفتك وانا بحمد ربنا على النعمه اللي انا فيها. مازو انا مش فاهم الفرديه دي، يعني ازاي حاجه يعني ازاي؟ يعني انا لو مكانك مثلا لو حسيت اني هضحك هفكر في تهاني على طول. دي هتموت فكره الضحك عندك. تصدق صح فعلا، ده حاجه محزنه جدا. بس انا اقول لك على حاجه، هو اللعبه ما قالت لناش ايه نوع الضحك اللي بيوقع بالظبط. يعني هديك مثلا اللي هو لو انا ابتسمت الثقه الهادي دي توقع. بص، او نضحك مثلا الضحكه اللي هي مش يخرب بيت معرفتك، انت خرجت بره. حرام عليك، ده احنا لسه بنسمي عشان نبتدي. انا اسف، ما كنتش اعرف انها او دي هتوقعنا. ياه. طب خلاص انا هنتحر ولا امشي انا؟ امشي بقى غرفه 60 ده. ده يغور ايه؟ ده سلاح فتاك في الضحك بالعقل كده. هو في سحن هتضحك غير ده؟ ما يلا يا جميل. اعمل ايه في الدولفين اللي كان قافشني دوت؟ ايه ده؟ هو في انتخابات في العماره ولا ايه؟ انتخابات ايه ونيلة ايه؟
مره واحد غبي دي نكت عاملين لنا نكت. في ايه؟ النكت هتنفجر فينا؟ احنا اللي هننفجر من الضحك دلوقتي. استنى، ده في حاجه مكتوبه على الحيطه ايه؟ اكمل لك النكته. بقول لك يا بسوني انت غبي يا بسوني، هو كاتب لك كده عشان تقراها كده. بص قدامكم بقى واتجهوا على الاسانسير. يلا بسرعه، يلا بسرعه يا بسوني، بسرعه يا بسوني. البنطلون هيقع. ايه ده؟ الصوت ده جاي من الاسانسير؟ مدرسة المشاغبين. مش عارف، ما بتجنيش معايا. رسني يا جميل، رسني عشان ما اضحكش. رسني. ما انا لو قرصت البلوزه دي هضحك انا. انت بتقول ايه يا جميل؟ انت بتضحكني يا جميل. يلا كده اسانسير يلا. بلاش هبل بقى، انتوا الاثنين هضحك. ايه الغباء ده؟ وسيم، شفت يا حبه؟ شفت؟ مازو محاصر العماره كلها، بس والله لو عمل ايه انا ما فيش حد يضحكني غير جوزي يا حبيبي. اضحكك ايه ده؟ انت فاتك بسيوني وهو نازل من التاكسي حصل حته. خلاص بقى خفيف. وبعدين يا مستر وسيم، الجو لبش بره وانا قلقان يخرجوا من البيت ويقعدوا يلففونا وراهم. ما تخافش، اعمل انت بس اللي احنا اتفقنا عليه وانا هروح اضحكهم بسرعه واجي. استنى، انا هاجي معاك لا يتكتروا عليك. الواد مازو ده دمه خفيف. طب ايه رايك بقى ان انا هروح خفيف ارمي الافيه واسمع الضحكه وهي بترن واجي على طول. بس ده خطر عليك يا مستر وسيم، وبعدين لا سنك ولا لياقتك يسمحوا بكده. ما تسخنيش يا جميل لو سمحت. يلا يا ماي هيرو، دي اللحظه الحاسمه اللي هسقر فيها من شيماء. اسقر دي هتضحكني. بعد اذنكم. استنى يا وسيم، ما تنساش اللي احنا علمناه لك. الكوميديان الشاطر هو اللي يضحك لكن ما يضحكش. اما التراجيدي ايه يا بسيوني؟ هو انتوا يا جماعه بتحاولوا تضحكوني ولا انا مش فاهم؟ خلاص يا وسيم، ربنا معاك، العماره كلها مستنياك. السلام عليكم. مستر وسيم، لا اله الا الله محمد رسول الله. حبيبتي يا حداتي، حبيبتي. انا عايز الفيلم ده ما يطفيش لاخر التحدي. حاضر يا مازو، يخلص دعاء الكروان هلضم في الحرام على طول. ايوه كده يا شيم، وخلي جو الكآبة يملى البيت. اهلا وسيم، ده انت جايب رجلك. ازيك يا مازو؟ انا قلت هتيجي اكيد عشان تسلم على زكريا حبيبك. فاكر زكريا يا وسيم؟ زكريا بره الصندوق. وحد ينسى زكريا؟ طبعا فاكر. وحشني يا وسيم. اهلا. عم ايه الهبل اللي انت بتعمله ده؟ اكبر بقى اكبر. انت ايه اللي جابك يا وسيم يا بجحتك؟ جاي تضحكنا على ارضنا؟ لا طبعا اضحكوا ايه، انا كنت جاي اسلم على زكريا. يلا بعد اذنكم. خدوا بالكم، ده بيحاول يوقعنا عشان نضحك، برضه مش هنضحك. اوقعكوا ايه؟ ده انا اللي وقعت. انتوا ايه يا جماعه مخبيين الكنبه؟ معقوله؟ مش ممكن، ما شفتهاش طبعا. ايه الاسفاف ده يا وسيم؟ انت منتظر يعني نضحك على العبط ده؟ لا طبعا، انا اسف. بعد اذنكم. ايه ده؟ ايه يا جماعه انتوا مخبيين شيماء كمان؟ ما شفتهاش طبعا. ابو دم. اطلع بره يا جوز اختي بدمك التقيل ده. طيب طالع يا اهو، طالع اهو. ايه يا جماعه ده؟ ما شفتش الباب؟ انتوا مخبيين الباب برضو؟ كل الحاجات مستخبيه عندكم. مش ممكن. بره. مش ممكن. يا رب ما اخبطش بقى. بره. يا رب ما اخبطش. برضه مش هنضحك. كوميديا قديمه قوي. ما بلاش انت. عايز يوقعني. خلاص بقى، خلاص بقى. ده ايه العبط ده؟ نزلني يا عم. خلاص بقى، ده بجيبه بقى. خلاص. في زباله؟ مفيش. يا سعدون طمني. طمني انت. اطمنك انا ايه؟ ها وسيم زلمته وقعت من كتر الضحك صح؟ هرب في اخر لحظه، نفد بالضحك باعجوبه. سلم. المهم انت جاهز؟ جاهز. انت وقفني بس في الحته الصح ولم الناس من على الارض بقى. سعدون، انا معتمد على لذاذتك بتاعت زمان دي، فاكرها؟ انا عايزك ما ترحمش، مش عايزهم يفصلوا بين الضحكه والضحكه. خدوا البسوا دول. ايه ده يا شيماء؟ سدادات. سدادات ايه؟ هو احنا بلاعه؟ ايه يا زكريا ده؟ بعيدا عن الظرف، السدادات دي هنحطها في ودنا عشان ما نسمعش اي حاجه غلط من سعدون ونضحك ونقع. خد يا مازو يلا. لا ما تخافيش، انا كده كده مثبت تامر عاشور في ودني. كآبة غير عاديه. حبيبي يا تموره،
طب يلا يا سعدون بقى عشان ما نتاخرش. لا هو دلوقتي طب ادوني شويه بس اراجع كروكي بس اخر مره كروكي ايه بس يا سعدون؟ هو امتحان. يلا يا سعدون ما فيش وقت. انا عمري ما ضحكت حد اصلي مش عارف. ازاي يا سعدون ما تقولش على نفسك كده؟ ده انت مرح جدا، ده انت ياما ضحكتنا. طب قول لي كده اخر مره ضحكتكم ازاي ولا امتى؟ لا هو احنا عمرنا ما ضحكنا منك، بس طول عمرنا بنضحك عليك ايام التنمر وكده، فاكر؟ ده انت كنت ماتيريال رائع. بص يا سعدون هقول لك حاجه بره الصندوق. قول لهم مره واحد جه يقعد على القهوه قام قاعد على شاي. ما تقول لي. ما هي النكته اهي. مره واحد جه يقعد على القهوه قاعد على شاي. فرفره بقى لمهم من على الارض بقى. يعني متهيألي مش وحشه قوي والله، ممكن تضحكم. يبقى قولها يا سعدون. بطل كذب بقى ولموا بقى لموا. مازو ايه الدوشه اللي انت عاملها دي؟ مش عارفه انيم بولي. ده احنا ده احنا كنا بنجرب الانتركوم الجديد اللي جبتهولك عشان بقى ما تقعديش تنادي على غريب بصوت عالي وكده. بصي غريب، اطلع يا غريب بسرعه، خد الزباله يا غريب. الله العبي يا شوشو العبي الشاشات. حلو قوي قوي. يلا الو راجل جاهز جاهز يا مستر وسيم. امان عليك، لو حصل لي اي حاجه خلي بالك من نبيله. في عينيا. ايه ده؟ ما ضحكوش. خساره. ايه ده؟ شويكار تلعب معانا؟ هي عرفت ايه ده؟ شويكار بتجرب الانتركوم الجديد اللي جبناه لها يا وسيم. انتوا غرقتونا كده ليه؟ معلش يا شوش، اصل النهارده اليوم العالمي للبواب، فقلنا نساعد غريب بقى ان نسيق السلم، نجيب له انتركوم جديد. حتى انا كنت جايب له بيتزا. ايه ده؟ انا كمان جبت له بيتزا. طب ليه يا وسيم كنت قلت لي جيب له بسبوسه؟ يا غجر يا حوش، انتوا بقى اللي عاملين الغاغه دي كلها والازعاج يا عرق. والله يا طنط انا مش معاهم. طنط دي تبقى عمتك اخت ابوكي اللي ما عرفش يربيكي يا فاسله. مين الوليه القرشانه اللي شبه نتايه العنكبوت اللي لسانها مسحوب منها دي؟ يسحبك قرش ياخدك على المحيط ياكلك يا فاسله. اتكلم يا قرش. ده انتوا شكلكم كده ما تربيتوش، وانا بقى اللي هربيكم. عيب اللي حضرتك بتقوليه ده. انا ابويا ربنا كويس. زكريا لم الدنيا دي عامله محاضر في السكان كلهم. انتوا بتستعبطوا يا جماعه ولا ايه؟ مزعلين مدام الطاف وبتتكلموا كمان؟ دي من حقها تديكوا بيت جزمه. وانت عويل ولا سوري او باش حضرتك. لا على شقتك يا حاج. حاضر. مش قادر حر. يا اخوانا العربيه سخنت من كتر اللف. انا عايز يا بدل لف يا بدل بنزين. امشي بقى بدل انا ما اديك على طاقيتك بالقلم. لازم نفضل نلف يا جماعه لحسن لا يكون وسيم بيراقبنا. صحيح صح. ايه ده زمر للتاكسي ده ولا ايه ده؟ حرك يا عم انت كمان يا تاكسي. يلا يا بني ادم. حرك يا بارد. ماله ده؟ طار في الهوا شاشي يلي ما تدراشي يا جدع. دي هنضحك وبعدين هي بتضحك في ايه يعني؟ ايه هو انا ما تبصيش يا شيماء. ما بصش على ايه يا مازو؟ دي اختي الهبله العبيطه، يعني ايه اللي هيضحك في نشر الغسيل؟ ما انا شفتك بتنشري 500,000 مره. مش هضحك. ايه ده؟ شكرا. اطلع يا اسطى. يا شيماء خسرتينا. خليني بس يا مازو، اصل انا اول مره اشوف في خد وسيم. ترمي نفسك يا شيماء. اللي اول مره اشوف في خاده. في خده بتضحك قوي يا مازو. الله، في خد وسيم بتضحك طبعا، بس ما تقوليش كده قدامي يا مازو بقى. ما تزعلهاش بصراحه. شيماء هي اوفر، بس المره دي عندها حق. ده في خده قد الدنيا. انت ما ضحكتش عليها ازاي؟ مش هضحك يا سعدون. تامر عاشور جبار، تحزن بس عايز اقول لك على حاجه. وسيم ابن اللعيب دخل اسراء تمويه الاول، وبعد كده راح هو داخل ضرب ضربته. هي لعبه قديمه على فكره، بس تاكل بقى ايه مع اللي هو اللي وراك دول. امال ايه دول اللي هواه؟ اسكت خالص يا شيماء. استني انت كمان لما نشوف وسيم ده ما بيضحكش ليه. صراحه يا مازو الناس دي مركزه قوي، وشكلنا كده مش هنعرف نصطادهم. لازم تقعم عشان نعرف نصطادهم. انا عندي فكره. الو يا جميل، شيماء وقعت خلاص. حضرت التذاكر؟ ماشي، هتشطف واجيلك. هتعوز مني يا مازو؟ يا ابني ما تتعبناش، لسه عندنا 2 غيرك. اللي انت بتطلبه ده على رقبتي. انا استحاله اخون وسيم بيه. جميل، انت عارف طبعا انا بكرهك قد ايه. القلوب عند بعضها. طب اسمع يا جميل، اضحك وانا هسيبك تمشي. اضحك؟ ده لو الرصيف ده ضحك استحاله انا اضحك. انت واضح بقى انك هتتعبنا. بص يا جميل،
في طريقتين ممكن نضحكك بيهم. في الطريقة السهلة اللي هتضحك بيها وتروح، وفي الطريقة الصعبة اللي بنستخدمها مع الناس اللي زيك، وما اعتقدش ابدا انها هتعجبك. انت كده بتأشعرني مش بتضحكني. خش يا سعدون اللي اكبر. سعدون؟ هو مش كان فرج في الكرنك؟ لا يا سعدون، لا يا سعدون. سامحنا يا وسيم بيه. لا 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 يا سعدون، لا لا يا سعدون، لا لا. اللي بعده. استغفر الله العظيم. معلش يا حبه، يلا بس عشان نلحق نروح لماما. ماما ايه بس دلوقتي؟ جميل وقع، خايف نكون بنخسر. انا خايف اضحك يا اسراء. لا ما تقولش كده يا وسيم، احنا مش هنضحك وهنكسب المهمه دي. احنا مش هبل زي جميل اللي وقع. جميل جميل. قوم يا جميل. الحقني الحقني يا وسيم بيه. وقعوك يا اهبل. سامحني سامحني يا وسيم بيه. انا اتزغزغت يا وسيم بيه. خلاص طب نضحك بقى. اضحك، انت اتزغزغت المفروض تضحك. وانا اتزغزغت وضحكت واللي كان جاز. اقتلني واغسل عار يا وسيم بيه. ما اقدرش ازاي بس يا جميل، ده انت حبيبي يعني. دم في رقبتك يا وسيم بيه. ما تخافش، انا اللي هجيب لك حقك يا صاحبي. ها لقيتيهم؟ برضه مش موجودين في شقتهم. ثواني يا جماعه، ثواني. هم اكيد بيرتبوا المكيده. زكريا انت خدت وقت كتير قوي عشان تقولها وهي جمله عاديه يعني. قوي. ايوه ماما، معايا هوس تاني. ماما عايزاك. ليه؟ شوف بقى عايزه ايه، انا عارفه. لا شوشو. بقول لك ايه يا مازو، تقب وتغطس وتجيلي دلوقتي حالا، تبوس على دماغ الست ألطاف وتضحك عليها بكلمتين. ست ألطاف دي اساسا لسانها قد راسها. لا انا النهارده ما ينفعش اضحك خالص، حتى لو هضحك على حد بكلمتين. بقول لك ايه، انا مش ناقصه مشاكل. دي كانت عايزه تطلب البوليس وانا ما صدقت اقنعتها ان هي ما تطلبوش. لازم تيجي تصالحها وتبقى جدع كده زي اخوك وسيم. هو وسيم عندك؟ ده انا فاضي جدا، مسافه السكه وابقى عندك. وسيم وقع في المكيده اللي انا قلت عليها. في المكيده. بص بقى، عايزك تتدرى في اي حته وياك يضحكوك، وانا هاخد شيماء ونروح نخلص على وسيم ومراته. على فين يا عسلية ليا؟ انت مين؟ انا جميل. جميل اللي ضحكوا زي الغوازي وضحكته كانت جايبه اخر الشارع؟ دي حمرا. ايه دي؟ النضارة. سلامتك من اطلع يا حلاوة لاوة. اطلع. والله كويس انكم اعتذرتوا لها، ما كناش هنخلص النهارده. الله عليك يا شكشوكتي، انا لو من الحكومه عينك وزيره للتضامن الاجتماعي، من غيرك البيت يتفشكل. هو مازو وشيماء فين؟ انتوا مش قلتوا ان هم جايين؟ اتاخروا كده ليه؟ اهم جم. افتحي يا كوكي. بقول لك ايه؟ الفار وقع في المصيده، العده جاهزه؟ جاهزه. ايه ده؟ عاملين ايه من جوه؟ ايه ده؟ شفتي عاملين ايه؟ قاعدين يا شيماء من فضلك؟ ايه يا ولاد اللي انتوا عاملينه في نفسكم ده؟ اضحكوا يا ابن الهبله. اختي بقى وعارفاها على تكه وهتضحك. طب كوتي طب اضحك يا اسراء يا هبله. عليك يا شيمو كده يا يسو؟ انتوا وقعيني؟ سامحني يا وسيم.
ده انا بسميه صراع النصين. طول عمري عندي صراع داخلي، ابقى مين بالظبط؟ ابقى مازو الملتزم ولا مازو التلفان؟ عشان كده قررت اقسم نفسي نصين، النص ده ملتزم والنص ده تلفان. هو ده اخرك في الكوميديا يا مازو؟ فرجني. طب اتفرج. ده نصك التلفان، هات لي بقى نص رغيف عيش يا مازو. استنى بقولك انا يا حبيبي. اغني لك يا مازو؟ اضحك بقى وافردها يا عم. خلي عينينا معاك تحلم. كل ده ما بتضحكش يا مازو؟ معقولة؟ خش يا عيسو. مازو مرة واحد فجعاني دخل بيت الرعب مات من الخوف. مش ممكن يعني، ده انا لو متجوز محمد هنيدي مش هبقى مبسوط كده. طب خدوا دي، مرة حمام زاجل ما نجحش. ايه ده؟ لا ما تضحكش. ايه يعني عشان زاجل على وزن ساكر؟ حاجة بايخة، ما تضحكش الطلبة حتى. طب ايه رأيك بقى انها بتضحك واللي مش هيضحك هيبقى مهزأ؟ لا اضحك احسن تبقى مهزأ. ونسيني يا مازو. بص دي يا زيكا، بص شكلك وانت مركب دقن، ممكن نطولها نعملها سكسوكه نلعب فيها يعني. فيهاش حاجه خالص. جرب تاني، اديني قاعد معاك. وحشه صح؟ خالص وحشه صحيح. طب بص شكلك وانت رضيع اهو وعمال تقشط. علي رضيع. ده مين علي رضيع ده؟ لا ده صنايع في الحرفيين، بنودي عنده المكنه تتصلح. طب بص شكلك وانت حرمه. بص الباروكه ممكن نغير لونها كمان، احمر اصفر اخضر اللي انت عايزه برضه. ما عندكش صوره بقى ليك وانت راجل؟ الله دي حمرا. ايه دي؟ النضاره. انت نسيت ولا ايه يا زيكا؟ لا ما نسيتش. طيب بص يا زيكا، كلمتين ونص. انت هتضحك بدل ما ادخل المطوه دي في صدرك انا اقرشهولك اجيب تلافيفه اخليك شبه حسن شاكوش. والله يا ابني انا نفسي اضحك، نفسي حد يا ريت تضحك، ده انت عملت معايا ثواب. جرب تاني. يبقى نخش على الشغل القديم البلدي بتاع زمان. بص كده زيكا، بص. اسقيني واملى. لا لما عبيط ولا بني ادم يا جدع. ايه عقل عقل. اتكل على الله زيكا، اتكل على الله. يعني خلاص صافي لبن؟ اه صافي لبن. ايدك بقى وخد. اتكل على الله. تتت. هو انت حلو اهو، بتعرف تهرج وبتضحك، امال ليه شبه كوتونيل كده؟ ما انت لو عملتها كنت ضحكت. طب اهو ما عملت، ما هي التاتا دي اللي فيها الضحك. هي تاتا هي اللي بتضحك. قوم يا اسطى اتكل على الله. قوم يا زيكا، قوم يا زيكا، اتكل على الله، اتكل على الله. فضوا الصوانه يا رجاله، حقكم عليا انا اسف والله العظيم. سلام يا زيكا، سلام. الله يخرب بيتك يا وسيم. وقع في قرعتي ليه؟ ما لو كان وقع في قرعه بسيوني كان ضحكه. يحنن والله يسامحك يا اللي بالي. خلصت استظراف يا مازو؟ اتفرج على دي. انت ابنك مش احسن من ابني. اللهم اجعله خير، ضحكنا كتير قوي. انا عندي ليكم خبر. خير. انا حامل في 3 توائم. اسمعوني شو كان حامل. الله يخرب بيتك، مش عايزين اخوات تاني. ايه ده؟ كنت هتموتني بالهاني يا الله. كنت فاكرني مات من الخوف. لا فاتك بسوني بقى لما بنطلون اتقطع وهو بسوني. كان يبدو وقع من فوق
والغربان الحيوان ايه والموز. امسك يا زكريا، نصيبك من المكسب. ملوش لازمه موز، انا ما تعبتش، انا ما عملتش حاجه ده كله يعني. لا زكريا، الحق حق، انت عايز ناكل حقك؟ يا فينك لما تيجي تشوف زكريا معاه 400 جنيه. قلت لك العب معايا وانا هنغنغك. انا سمعت الجمله دي فين قبل كده؟ لو فتحت بقك هديله نصيبك. انا اخرس ما بتكلمش. وبعدين تعالى لي هنا، فين المكسب بتاعي؟ لا يا شيمو، ما انت مالكيش مكسب المره دي. نعم. عقابا ليكي على السنه ونص اللي لعبتيها من غيري. عداله عداله كده، نقسم بقى بيننا وبين بعضين. لا، ما انت كمان يا سعدون مالكش مكسب المره دي. ليه انا عملت ايه انا؟ عقابا ليها على السنه ونص اللي لعبتها من غيري. غلطان، انا غلطان، انا عايزك تسامحني عشان خاطر سعدونة. ذنبها ايه؟ وكمان انا وعدت تهاني ان هدخل بامبرز البيت النهارده. سلفني انت من نصيبك، مش مهم. لا، ما هو انا كمان ماليش في المكسب. انا هاخد الفلوس كلها اعمل مشروع ستاره. هتاخد كل فلوسنا عشان تعمل بيها مشروع ستاره؟ طب ما نروح الوكاله ونجيب قماش اسهل. يا بني ادمه، هنعمل مشروع ستاره نخبي وراه فلوسنا، عشان البنك لما يسالنا من اين لك هذا وجبت الفلوس دي منين نقول له من المشروع. والله فكره حلوه بره الصندوق. طب ايه هو المشروع اللي هنعمله؟ احنا هنفتح سنتر تعليمي. تعليمي من انهي ناحيه؟ ده انت حته مدرس كمبيوتر فاشل، وده مدرس موسيقى فاشل، يعني اخركم تفتحوا سايبر. لا، ما احنا مش هندرس لوحدنا انا وهو، كلنا هندرس في السنتر. اي حد بيفهم حاجه في اي حاجه هيدرسها وهتمشي. مازو لو سمحت، ممكن تدوس على زرار مخك وتقول لنا مين اللي هيمسك السنتر؟ هضطر الجا لاكتر شخص ما كنتش عايز الجا له. مجموعة من الطلبة الفاشلين يلتقون في سنتر التفوق للهروب من الرسوب للمرة الأخيرة، فهل ينجحون؟ هذا ما سوف نشاهده على MBC2 في 8 KSA. يلا كلنا مع بعض، انت مع بعض، يلا مع بعضينا كلنا مع بعض في صوت واحد. ميم ألف وميم ألف تبقى ايه؟ مازو. وب ألف وب ألف تبقى ايه؟ مازو. مازو ده صاحبي على ايه الاخبار؟ زي الفل. بنت تاني ايه الكاشات نازله. طب حلو قوي. خبي ديلك عصفور. يا نهار اسود، نزل اليافطه الثانيه بسرعه. ايه في البوليس كبس ولا دي ايه؟ الحاجه فرحه جت. دي مامتك دي ولا ايه؟ لا، الحاجه فرحه دي الست اللي انا مأجر منها المكان. طب وفيها احنا بنعمل حاجه وحشه في المكان عادي؟ ايوه، ما انا مفهمها ان المكان ده احنا فاتحينه جمعيه خيريه. كذوبه، الكذب في دمك. ليه كذوبه؟ ليه تكذب؟ يا ابني افهم، ما لما عرفت انها جمعيه خيريه غيرت الايجار من 40,000 جنيه نزلته ل 4,000 جنيه. شطوره الكذبه. حاجه فرحه، انا هنا. ازيك يا حاجه فرحه؟ ازيك يا مظهر يا ابني؟ الحمد لله والله. الا قول لي يا ابني، الكهارب والدي جي ده خير؟ لا، ما هو النهارده افتتاح الجمعيه الخيريه. بس هو في جمعيه خيريه بيتعمل لها افتتاح؟ والله كله عابس، اساليه هو بقى. ايوه طبعا يا حاجه فرحه، لازم نعمل لها افتتاح. اما هنساعد الناس ازاي؟ ما لازم يعرفوا. موزو، مش هتصدق كم واحد سجلوا عندنا النهارده. يا حاجه تهاني، طيب طالما جم بقى ما ترديهمش بقى، دول اكيد محتاجين. محتاجين ايه؟ ده احنا اللي محتاجين. بص قلبناهم قد ايه. حرق بقك، بقك. يعني لمنا لهم اللي فجأة. الحمد لله كده لمينا فلوس الكولدير اللي هنحطه في صحراء افريقيا الغربيه. الحمد لله الحمد لله. افريقيا وسوق الافريقيا يا السلام عليكم استاذ مظهر. احنا بعتنا الادويه المكتوبه كلها المحتاجين وكلهم خفوا خلاص. يعني بعتوا لهم الادويه وخفوا في نفس الوقت. يا سبحان الله. طب ما تمنعوش بقى عنهم الشهريه عشان ممكن تحصل لهم انتكاسه قدام. يعني ايه؟ انا ما اعرفش ان ايه انتكاسه اصلا، بس حاضر. يلا. ربنا يكرمك يا مظهر يا ابني، ان شاء الله ربنا هيجازيك خير عشان انت بتتعب كتير في عمل الخير. الله يخليك يا حاجه فرحه، استاذنك ثانيه بس، هخش اجيب لك ايجار المكان من فلوسي الشخصيه. لا 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 لا، ايجار ايه وفلوس ايه؟ انت عايز يعني تعمل خير كده على قفايا؟ والله ما انا واخده منك ايجار الشهري. لا يا حاجه فرحه، انت كده بتشتميني. انا مرتبي الضئيل يسمح ان انا ادفع جزء من الايجار. بطل طمع بقى،
هو انت عايز يعني تاخد الثواب كده لوحدك؟ الحاجه فرحه تعمل معاك كده جزء في الخير. ها ما تزعلنيش بقى، ما تزعلنيش يا مصر. ما تزعلنيش عشان خاطري. يلا السلام عليكم. يا حبيبتي تعالي كل يوم والنبي. حجوجة عسلية جميلة قوي بس هنقضيها سفلقة. زحليقة انزل بالزحليفة. انا اديت بولي الرضعه ونيمته علشان نعرف نقعد على هداوه. تسلم لي. الا انت يا حبيبي ليه ما روحتش افتتاح السنتر بتاع الواطي ومازو؟ لا افتتاح ايه وسنتر ايه، انا برضه هسيب القعده الحلوه معاكوا واروح افتتاح. لا تلاقي الواد المعفن ما عزمكش. لا بصراحه بقى الحق اتقال، هو عزمني وانا اعتذرت. شوف النبي، يعني يعزمك انت هو ما يعزمش شيماء؟ لا بصراحة هو عزمني بس أنا اللي نفضت له، كان عندي لايف مع فانزاتي وأنت عارفة الريسبونسر ما بيرحموش. يعني هو ما قالكيش جاب فلوس السنتر منين؟ من القرض، جاب فلوس السنتر من القرض. قرض إيه؟ قرض من البتاع ده اللي اسمه بنك. اللي ما حد فيكم يا معفنين جاب سيرة القرض ده قبل كده. اصل بسبوسه مش انا، اصل احنا بصي يا ماما من الاخر بصراحه كنا محروجين، ولا ايه يا بسبوسه يا جوز امي يا حبيبي؟ بص يا شكشوكتي يا حبيبتي، القرض ده زي السلف بالظبط، هم معذورين برضه، تلاقيهم كانوا مكسوفين مش عايزين يبينوا الفرق في المستوى الاجتماعي بيننا وبينهم. عشان واطيين يعني. بالظبط احنا واطيين. طب يا واطيين ما خلاص بقى يا ماما عشان خاطري، ولا انت هتطفحينا اللقمه اللي جايين ندفعها؟ كل حاجه ربنا يهديك. كل كده لا ضرايب هتسألنا ولا حد هينخور ورانا. مبروك يا مازو. اهلا، ازيك يا فخت العرب؟ امسك امشي. ده ايه البرتقانه اللي دخلت علينا دي؟ كنت عارف ان انت مش هتسيبني لوحدي في ليلتي. طبعا لازم اجي ابارك لك على الغساله. غساله ايه؟ غساله غسيل اموال. مش انت عامل المشروع ده عشان تغسل الاموال اللي هتجيلك من اللعبه؟ انت بتتريق عليا يا فخت العرب؟ ما انت يومين وهتعمل زيي. انا عامل زيك يا فاشل؟ مستحيل طبعا. مستحيل طبعا، لان انت عمرك ما هتكسب، فعمرك ما هيجيلك فلوس، فعمرك ما هتغسل. انت اصلا اديتك المصروف ولا ايه؟ معاك فلوس تروح؟ مظبوط. ايه ده؟ رد قبل دقيقه. اهلا بيكم يا حلوين، عجبني قوي التحدي اللي فات. كان ممتع وضحكني. مبروك يا مازو، هارد لك يا وسيم. التحدي المره دي ممتع برضه. انت بتبص فين؟ ما انت معاك واحد زيه. جاهزين للتحدي؟ المهمه الجديده سهله قوي. مين فيكم اللي هيقدر يتجوز الست اللي ساكنه في الدور السابع شقه 14 في ظرف 48 ساعه؟ الطف. وطبعا مش هوصيكم، الجواز يكون رسمي وعلني، وهديتكم المرة دي ربع أرنب. مش خسارة فيكم. يلا بقى وروني أيام الشقاوة والحب بتاع زمان. جود نايت. أنا منسحب. مبروك عليك التعادل معايا. مبروك عليا التعادل ايه؟ مبروك عليك انت الفوز طبعا. انا مستحيل اعمل كده يا مازو، انا بحب مراتي ومستحيل اخونها. وانا كمان. انت كمان ايه؟ بتحب مراتي؟ لا يا عم، انا كمان مستحيل اتجوز على شيماء. وهتجوز مين؟ الطف؟ ده انا بكرهها اكتر من الصرصار اللي هو اللي بيطير. عارف الصرصار اللي بيطير الاسود ده زفت مقرف، بكرهها اكتر منه. هتجوز على شيماء؟ ده شيماء تنفخني فيها، يعني انا مقفوله عندي من ناحيتين. انما انت بصراحه فرصتك. بصراحه وسو الست مش وحشه قوي، يعني انا لو منك هتجوزها. لا بس طب تخيل بس يا مازو، تخيل نفسك وانت متجوز. لا ما تقولش كده والله. تخيل في ما تقولش بتخيل يا مازو، بس ايه القرف ده؟ فرصتك تعوض. انا هتعور كده. لا بقول لك ايه، الست دي كل ما تشوفني بتشتمني بالام، وهي اصلا اكبر من امي. يا عم ما تفكرش في الحاجات دي، فكر في المكسب، في التعادل معايا، في المصروف اللي بتاخده من مراتك، في الطبيخ اللي بتطبخه كل يوم. ايه يا مازو العبط اللي انت بتقوله ده؟ انسى يا مازو انسى. لو انا وانت حتى وافقنا، شيماء واسراء هيسيبونا نلعب؟ مستحيل طبعا. ده انا اصلا مش عارف هقول لهم التحدي ده ازاي، ومش عارف هروح ازاي. مازو بقول لك ايه، ما تجيب فلوس التاكسي. معيش. طب تعالى وصلنا. يلا. ايوه طب ايه المشكله؟ يعني ايه المشكله؟ الست الطاف شقه 14. ايوه مالها؟ يعني ايه مالها؟ اللي يتجوزها يا حبيبتي، ايه اللي يتجوزها فينا؟ يا جماعه مش هيتجوزها بس. هي دي شويه؟ عادي. طب ايه؟
ايه يا حبيبتي، انت بتفكري في انت كويسه؟ الصدمه اثرت عليها، هاتولها كمامه يا جماعه، كمامه واكسجين بسرعه. وسيم ايه بس؟ انت ايه اتجننتي ولا ايه؟ انا مش فاهم. بصي لي في عينيا هتعيشي، بصي في عينيا اسراء، بصي. انت اتجننتي ولا انت عبيطه؟ انا مستحيل اخليكي تعيشي مع دره، حتى لو كانت دره اللي هي الممثله. ضرة ايه وبتاع ايه؟ انا ولا 1000 واحده تاخد مكاني. يلا اكبر واتجوز وبطل هبل بقى، في ايه؟ ايه ده؟ انت عبيطه يا بنتي ولا ايه؟ ايه اللي انت بتقوليه ده؟ اللعبه عمتك خلاص، انا لحم ودم، اذا كان مازو كلب اللعبه نفسه مش هيعمل كده. مازو كلب اللعبه كده كده كان هيخسر، انما انت مفيش واحده ما تحبكش. وسيم انت غير عادي، انت غير اعتيادي، انت استثنائي. وانت عادي يا مازو، عشان خاطري انا عايزه العب قوي واكسب. انت هتتجوزها، نكسب، تصحى من النوم تطلقها وخلاص، كده وكده يعني. انت ايه البرود اللي انت فيه ده؟ هي اللعبه ايه؟ عمتك؟ انا لو كنت جيت لك قبل اللعبه قلت لك ان انا هتجوز عليكي، كنت هتعديها عادي؟ عادي، هوافق. ما انت كده كده تاني يوم هتطلقها، وبعدين دي الطاف يعني مفيش خوف منها خالص. مش هستحمل الطاف دي، انا بكرهها اكتر حاجه بكرهها اكتر منك، قصدي بكرهها اكتر من اي حاجه. لا يا شيماء مش هتجوزها. هتتجوزها وهنكسب ان شاء الله. لا مش هتجوزها. ما اتجننوا ولا انا مش فاهم ايه العبط ده؟ مش فاهم. مساء الخير. اموري حضرتك؟ كنت محتاجه سلم بعد اذنك. سلم ليه؟ انت ساكنه هنا في العماره معانا؟ ايوه انا ساكنه في شقه 14. ايه؟ شقه 14؟ هو في 2 شقه 14 في العماره؟ امال طنط الطاف فين؟ لا طنط الطاف مشيت سابت العماره. وحضرتك؟ انا نسرين الساكنه الجديده. مالكوا سكتوا كده ليه؟ وفي حاجه حصلت؟ لا. اهلا انسه نسرين. اهلا انسه نسرين، حضرتك منوره العماره ولا هي العماره منوره باللون الاصفر ده؟ مش فاهم اي حاجه. ميرسي خالص، العماره منوره باهلها يا استاذ. وسيم السريتي، اكس مانجر فندق رويال، وحاليا ماسك فندق صغير كده في وسط البلد بس لسه. تمام، انا بس كنت جايه لمأمور اتحاد ملاك العماره. هو حضرتك مأمور اتحاد العماره؟ لا هو مين مأمور ايه؟ ده دبدوب العماره. انا مازو، مأمور العماره وامور العماره في نفس الوقت، واموريني امر. انا كنت جايه بصراحه علشان اشوف اذا كان في اي مديونيه على الشقه، يعني مثلا غاز، كهرباء، صيانه. مديونيه ايه يا فندم؟ مديونيه ايه؟ ده العماره هي اللي مديونه لحضرتك انك سكنتي فيها والله. انا هبقى اعدي على حضرتك في الشقه فوق نظبط الحسابات، بصفتي طبعا حبوب العماره مش حاجه تانية. خلاص يا نحنوح العماره، الاستاذ مازو ان شاء الله بيقول لك ان مفيش مديونيات، ولو في ادبا ليه ان شاء الله هو هيدفع. ادبا ليه يدفعها؟ ايه مازو يدفع؟ مازو فعلا مأمور العماره، بس في نفس الوقت هو سنكوح العماره. حساب حضرتك عندي. هو في ايه يا جماعه؟ مالكم ومالها العماره؟ فيها ايه؟ مفيش اي مديونيه يا فندم، تقدري تتفضلي على شقتك. طيب ميرسي خالص، واسفه على الازعاج، عن اذنكم. ايه الموقف الغريب ده؟ حلوه نسرين زي القمر، بس دي لو ملكة جمال الكون نفسه مش نسرين برضه مش هتجوزها. صحيح، هي ايسو ما فكرتش قبل كده تقدم في مسابقة ملك الجمال؟ قدمت قبل كده وما تقبلتش من الادوار التمهيديه. انت بس اللي بتشوفني حلوه عشان انت حب. لا يا قلبي، انت مش انسانة عادية. يعني لو مش ملكة جمال الكون وانا اشك، فهتبقي على الاقل ملكة جمال حياتي يا ايسو يا حياتي. يا الله، هو في حب كده؟ ايه ده؟ اللعبه باظت كده ولا ايه؟ ده انا حماره، اتسرعت ليه وقلت لي اتجوزها؟ هرجع في كلامي ازاي دلوقتي؟ بس يعني لو على ليله واحده ويطلقها عشان اكسب شيماء ماشي، ولا ايه اللي انا بعمله ده؟ صاروخ ارض جو اتضرب على بيتنا. دي نوع جديد من الستات. الصراحه حافز قوي قوي عشان العب واكسب. خرب بيتك يا شيماء على ايد الوليه دي. هتسيبي جوزك يتجوزها عشان تكسبه؟ تولع اللعبه على المكسب، بس مازو يبعد عن الوليه دي. بس انا لسه قايل اني مش هلعب، وشيماء اكيد فقساني. فأسة اللي خلفوك يا ابو عين زيغه يا فلاتي.
انا عارفاك كويس، هتحور دلوقتي عشان ترجع تلعب. انا عارف انك عارفه اني هحور دلوقتي عشان ارجع العب. وانا عارفه انك عارف اني عارفه انك هتحور دلوقتي عشان ترجع تلعب. وانا عارف انك عارفه اني عارف. بس يا بابا كفايه، هتصدعونا. ايه العبط ده؟ اسف سرحت. انا هشوف انت هتعمل ايه وهعمل زيه. بتفكر فيا يا مازن؟ انت عبيط يا حبيبي. انا مش هتجوز على ايسو مهما حصل. الدور ده انسحاب، واللي يحصل يحصل. انت في حبايه طالعه لك تحت عينك؟ دي قرصه ناموسه يا عم. مع اني رشه البيت كله امبارح. احنا خسرنا التحدي ده، مش هنلعب. برافو عليك يا شيماء، اول مره تقولي حاجه صح. انا رايي نفكر الاول بصراحه. انا رايي زيها. انت تسكت خالص، مش عايزه اسمع رايك. على فكره هي اللي قالت، انا مجرد دوست لايك. ما تدوس. ايسو يا حبيبه قلب اختك، خدي حبه بتاعك وروحي على شقتك عشان عايزه مصر في موضوع. يلا يا حبه، يلا يا قلبه. ليه يا مازو يا حبيبي ترجعني شيماء بتاعت زمان؟ ده انا كنت نسيتها وماشيه بعلاج وملصمه نفسي وبقت كويسه، ولا انت شايف ايه؟ انا شايف شريط حياتي كله بيعدي قدام عيني يا شيماء. فكيني واللي انت عايزاه هو اللي هيتعمل. لا مش هفكك. هو ايه اللي بيحصل يا ماما؟ تعالى شوف ابوك يا حبيبي، عايز يجيب لك مرات اب. ماشي، بس ما تخليهاش تنام في اوضتي. يعني اربط امك جنبه دلوقتي او بدالي. تعالى يا كريم والنبي تربط بدالي. كريم خش جوه. شيماء انت يعني لسه ما فهمتيش دماغ جوزك. انا نسرين دي مستحيل ابص لها. والله اشمعنى بقى؟ لاني مش هعرف ابص لحد بعديها، دي قمر. فكيني. شيماء فهميني يا شيماء. انا هلعب، بس مش عايز لا اكسب ولا اتجوزها. انا بس عايز امنع وسيم ان هو يتجوزها عشان ما نخسرش النقط. والله ماشي يا مصر، هحاول اصدقك، ولو راجل اطلع بتكذب عليا. صباح الخير يا استاذ مازو. صباح الخير يا نسرين. خلاص بقى نشيل التكاليف، احنا بقينا جيران. قولي لي يا مازو اقول لك يا نسرين، او قولي لي يا نسرين اقول لك يا مازو، عادي برضه. انت ما طلعتش ليه؟ ما الاسانسير موجود. لا اصل الاسانسير ده زوجي، فمش هينفع اطلع لوحدي. اتفضلي. ميرسي. على فكره شكلي هبقى مبسوطه معاكم قوي في العماره، انتوا ناس لطافه قوي ومحترمين. ما عدا وسيم. وسيم بيه غريبه، مع ان انا حاسه انه طيب قوي. ده شرير جدا وبيكره كل الناس ما عدا مراته، بيحبها وعمره ما هيتجوز عليها. انا بقول لك ابعدي عن الراجل. ايه ده؟ لا ده انا بخاف قوي من الحاجات دي. اوعي تخافي وانا معاكي. ده الواد غريب اصله ما بيعملش صيانه للاسانسير، بس هو راح يجيب المهندس. احنا ورانا ايه؟ كلميني عن نفسك. بس يا سيدي، فقلت اجي اعيش هنا لوحدي من غير مشاكل. اوعي تقولي لوحدك وانا معاكي. انا عايزك تعتبرينا كلنا هنا اهلك. انا بالذات تقدري تعتبريني جوزك. نعم. مجازا يعني، لو احتجتي حاجه اقدر اعملها لك يعني. مدام شيماء. فين مدام شيماء؟ في ايه اتخضيت كده ليه؟ انا قصدي يعني ان انا لما شفت مدام شيماء حبيتها قوي برضه. بيقولي الجمله كلها مره واحده عشان انا يعني قلبي بيقع في السيره دي. ما تجيبي نمرتك ادخلك معانا في جروب العماره عشان ما تحسيش ان انت لوحدك وكده يعني. طبعا يا ريت. بس الجروب ده بقى لطيف ولا في ناس دمها تقيل؟ يعني ما فيهوش غير انا وانت بس، انا عامله جروب علشان ما ينفعش اكلمك على الخاص. انت لذيذ قوي على فكره، وانا مش عارفه ارتحت لك كده ازاي، وحكيت لك عن حياتي وكل حاجه بمنتهى السهوله يعني. طب ما نتجوز بقى. بهزر. انا عارفه. غريبه قوي ان الاسانسير لغايه دلوقتي ما اشتغلش. ما احنا هنشوف اهو ما اشتغلش ليه. غريب. ايه يا استاذ مازو، المده اللي اتفقنا عليها خلصت. هاخد مده تانية هيبقى حساب تاني، وهتدخل في الشريحه الجديده. زود. يلا تمام. يلا يا جماعه، الاسانسير قدامه نص ساعه. يلا. هو انت مش قلت لنا 10 دقايق يا عم؟ بقول لك ايه، انت بالذات هتطلع على السلم حتى لو الاسانسير شغال. ويلا مش عايز كتر الكلام. يلا. طبعا انت عارف ان انا سنجل، فده بيخلي رجاله كتير تجري ورايا. اوعي تقولي سنجل ده وانت معايا، وانا رحت فين؟ وبعدين هو انت لوحدك اللي سنجل؟ ما انا سنجل.
مدام شيماء. فين؟ مدام شيماء؟ لا انا قصدي يعني مدام شيماء اللي انا شفتها معاك دي مش تبقى مراتك؟ انا مراتي بس بيقولي الجمله على بعض مره واحده. هي مراتي فعلا بس ياما ناس لابسه دبل في ايديها بس قلوبها سنجل. ايه ده؟ ايه اللي شغاله ده؟ يا غريب يا غريب، ايه اللي رجعه ده بس؟ مدام شيماء. هتسيبك بقى من السيره مدام شيماء وبتاع بقى، ما تولع بجاز مدام شيماء. ده انا اللي هولع فيك. هو ده الاسانسير اللي عطلان يا كلب العماره؟ وديني اللي اوريك. ايه يا استاذ مازو؟ اتمنى نكون ما ازعجناش حضرتك وانت جوه. يا ترى كنت مرتاح جوه ولا تحب احجز لك اوضه؟ لا لا الاسانسير مش شغال خالص يا شيماء خالص. الواد ده ما بيشوفش. انزل من على المسرح يا مازو بيه لاني اعترفت بكل حاجه. اوكي اخرس خالص ما اسمعش صوتك ولا نفس. ويا ريت حضرتك يا استاذه نسرين لما تبقي تركبي الاسانسير تبقي تركبي لوحدك. كده؟ لا ما انا كنت هركب لوحدي بس مازو قال لي انه لازم احنا الاتنين نركب عشان ده زوجي. زوجي؟ لا ما هو اصل انا اللي زوجي راجل عسل. طيب هستأذن انا وسوري اذا كنت عملت لكم اي ازعاج يعني. لا خالص. غريب ممكن لو سمحت تشيل دي وتجيبهم لي على البيت؟ ده انا اشيلك انت معاهم. اتفضلي يا عن اتفضلي. اذنكم. ايه يا شيماء انت بتبوظي الخطه ليه؟ مفيش خطط تاني من ورايا يا مازو. وبعدين تعالى لي هنا، انا سامعاك كده بوداني كنت بتقول لها انا سنجل. انا قلت انا سنجل؟ انا قلت انا سنجر بغني يعني وصوتي حلو كده. وحياة خالتك اتفضل قدامي. لا قدامك فين؟ انا ورايا شغل، رايح السنجل رايح السنتر. وخفي علينا شويه عايزين نكسب. نكسب؟ قصدي وسيم يخسر. خفي. ايه ده مازو؟ نسرين ايه الفرصه الحلوه دي؟ دي حلوه قوي، احنا نتجوز بقى. نعم. بهزر طبعا. ازيك يا نسرين؟ الحمد لله. انت بتعملي ايه في المول هنا؟ شوبينج. وانت بتعمل ايه هنا؟ انا برضو شوبينج. بتشتري ايه من المول؟ لا انا بشتري المول، يعني ناس اصحابي نصحوني ان المول ده حلو وفي مكان كويس فقلت اشتري. عارفه لما يبقى معاكي فلوس كتيره ومش عارفه توديها فين نشتري مولات. انما ايه الشياكه دي كلها وايه البراندات دي كلها؟ لا انا لبسي كله براندات، اصلا اللبس الرخيص بيعمل لي حساسيه فعشان كده الدكتور كتب لي على فيرزاتشي كتير الفتره اللي جايه. فيرزاتشي بس؟ ده انت عامل مهرجان. بس انا يوم ما قابلتك في الاسانسير كنت لابس عادي خالص من عمر افندي. لا ده انت مركزه معايا بقى. مركزه معايا. لا انا هقول لك ده غسيل اموال. انا بلبس وحش في البيت عشان الناس تفتكرني فقير وانا في الحقيقه غني جدا. وبرضه اختبار. كنت عايز اختبرك اعرف انت عارفاني لفلوسي ولا لشخصي. لا انا اخر همي الفلوس خالص. هي دي الساعه الرولكس دايتونا روز جولد. هي بعينها. تجنن بموت فيها. ومعايا العلبه والضمان في البيت. ونادر اول واحده هتجوزها هديها لها. الساعه؟ لا العلبه والضمان. يلا نتمشى ولا ايه؟ يلا جيب لي غزل البنات بليز. غزل البنات بس؟ يلا. ميرسي قوي يا مازو على غزل البنات. يو سو سويت. انا ولا غزل البنات؟ لا غزل البنات طبعا. الله حلوه قوي التالون ده. فعلا حلوه، انا لسه كنت بفكر اشتريها. بس لو هتشتريها بقى هاتي معاها الكلاتش ده هيليق قوي عليها. بس دي فانوم. لا دي فرنيه، باينه قوي فرق اللون اللي بينهم. حقيقي مش معقول يا مازو، انا عمري ما شفت راجل بيفهم كده في لبس البنات والبراندات والحاجات دي. لا والله انا بفهم في حاجات كتير. احنا واضح ان ميولنا واحده. واضح. يبقى نتجوز بقى. نعم. بهزر يا نسرين. هو انا كل ما اقول لك نتجوز تشبطي كده؟ طيب انا لازم امشي، اصل انا بصراحه نسيت الكريدت كارد بتاعي في البيت وهجيب الحاجات دي بعدين يعني مش دلوقتي. نسرين كريدت كارد ايه اللي بتقوليه باللي انا لابسه ده في بير بترول واقف قدامك. اللي انت عايزاه يحضر حالا. سو سويت. ده انا؟ لا طبعا غزل البنات. مازو حقيقي انا مش عارفه اقول لك ايه، الحاجات كتيره قوي وغاليه. نسرين انا الفلوس عندي ملهاش تمن، اهم حاجه انك جبتي كل اللي انت عايزاه. ما ناقصلكيش دلوقتي بقى غير حاجه واحده. ايه؟ نتجوز. بطل هزار يا مازو. والله ما بهزر. هو اللي بطل هزار يا مازو. واو. البرنس مازو باي بونسوار. جامده قوي شبه سعد المجرد بالظبط. ازيك يا ولد يا سعدون يا السواق بتاعي؟ والله عايشين بفلوسك وغرقانين في خيرك يا برنس.
انت ايه اللي جابك بالعربيه دي؟ للاسف يا برنس صحيت الصبح بدور على عربيات ام 10 مليون جنيه، لقيتهم كلهم اتسرقوا. فت على الاجانس جبت عربيه استعمال لمره واحده. انا اسف جدا. طيب امسك موبايلاتي اشحنها في العربيه. الحق يا مازو، في فلوس كتير قوي قوي وقعت منك. مش مهم، عندي زيها كتير في البيت. ايه يا سعدون؟ مالي اراك زعلانه؟ حصل موقف وحش قوي، بس انا عارف ان هو من غير قصد. امبارح حضرتك مشكورا اديتني الراتب بتاعي بتاع الشهر. روحت البيت طبعا لازم اعده قبل ما اديه للمدام، لقيته ناقص 170,000 جنيه. كم؟ 170,000 درهم. 170,000 بس؟ وده رقم نتكلم فيه يا سعدون. خلاص هزودهم لك على المرتب اللي جاي. جبت الحاجات اللي عايزين نرميها؟ ايوه يا فندم، اهي وهي يا فندم. ايه الفلوس دي كلها يا مازو؟ لا اسف. طيب شحت اللي تقدر تشحته والباقي ارميه في الزباله. هترمي الفلوس دي كلها في الزباله؟ دي فلوس بقالها كتير عندي في البيت ما بستعملهاش، فقلت اشحتها. لا احنا كده بقى يبقى لازم نتجوز. قلتي ايه؟ نتجوز. بتعمل ايه عندك يا مازو؟ الباروكه جت يا لاوي. امشي يا وغدي يا اريال. احنا على فكره اتقابلنا صدفه صدقيني. عن اذنكم عن اذنكم. يا بريئه. ثانيه واحده، حاجتي بس حاجتي. الحاجه خدي الحاجه. ملهاش حاجه، سيبها هي تشيل لوحدها. هتاخدي ليه؟ ما باظت خلاص. ايه يا شيماء، هو انت بتبوظي لي كل حاجه اعملها؟ انت عايزه وسيم واسراء يكسبونا؟ انت تسكت خالص باللبس الاهبل الارجوزات اللي انت لابسه ده. ولعلمك بقى انا ما كنتش حاجه اصلا لولا اني لقيتك ساحب لي 76,000 جنيه. ايه ده؟ انت عرفتي منين؟ البنك قال لي انك عمال تصرفهم هنا في المول. والبنك بأي حق يكلم مراتي؟ شيماء بعد اذنك، لو عرفت ان انت والبنك بتتكلموا تاني الموضوع ده مش هيعدي على خير. انا بغير جدا على مراتي. ما هو البنك عشان عارف انك تافه وسفيه فكل شويه يبعت لي مسج لما دامني اتحرق. قول لي بقى صرفت فلوسي دي كلها في ايه؟ على المهمه يا شيماء، على المهمه. كل اللي صرفته كمان 30,000 جنيه وخلاص. الباقي في الكيس ده. يلا هاتيه وتعالي ورايا. نشوف اخرتها معاك انت والبنت الحلوه الوحشه المعفنه دي. بشكر سبونسر الحلقة النهاردة غادة كريم. هابي كاندل الشموع السعيدة. حبيبتي غدغودة. صوت حسن شاكوش المسرسع وهو بيصرخ بصوت عالي وانت قاعدة تترقصيلي عليه كده بياخد من طاقتك. باب الحمام المتساب مفتوح بياخد من طاقتك. في واحدة كاتبالي كومنت وبتقولي أنا مش عارفة أشكرك إزاي يا شيماء، من ساعة ما استخدمت البخور والسنتد كاندلز بتاعتك وانا جوزي بطل يلعب بديله. وانا بقولك يا شيماء حافظ انتي وجوزك اسلام، ربنا يخليكوا لبعض ويخلي لكم ميزو ابنكم اللي في التجريبيه لغات. واحده بتسالني بتقولي مين الواد المز اللي وراكي. فاصل اعلاني وارجع لكم. تعالى هنا. رايح فين؟ انا مش قايله لك مفيش نزول من البيت لحد ما التحدي الزفت ده يخلص؟ لا ما انا مش نازل عشان التحدي ده، انا رايح اجيب فينو. متكلين ولابس لي البدله الاوريجينال اللي حالتك عشان تروح تقابل عمو فينو؟ انت يا بصو ما تكذبش، انت اكيد رايح تقابل الوليه المخفيه الحلوه الوحشه خطفتني الجلاتي. شيماء انت كده بتعطليني. انت عايزه وسيم واسراء يكسبونا؟ لو عايزه قولي لي. عادي يكسبونا. يكسبونا؟ طب والسكور وتعبك وشقاكي كل ده؟ مش مهم، نخسر المره دي، احنا هننسحب. مين ده اللي انسحب؟ ده انا ادفنك صاحيه ولا يتكتب في السي في بتاع مازو انه انسحب. يا شيماء ما هو انت لو بتثقي فيا وتقدري ان انا ما بحبش حد. فكك خلاص الكلام الهبل ده فك. بلدي قوي صح؟ بلدي جدا. مازو انا عايزه اسالك سؤال كده، ناس عاقلين من زوجه لزوجها، لو طنط اللعبه طلبت منك انك ترميني من الدور العاشر عشان تكسب، هترميني؟ لا طبعا يا شيماء اكيد مش هعمل كده، بس برضه مش هخسر اللعبه، اكيد هشوف حل وسط. حل وسط اللي هو ايه بقى؟ هتعمل ايه؟ ارميكي من الدور الخامس مثلا، يعني حاجه قريبه كده. طول عمرك واطي. كريم هات الحبل. كريم انا رايحه اكمل اللايف بتاعي عند جدتك عشان النت هنا زفت والسبونسر ممكن يخربوا بيتي. هيقعد بقى يتنحنح عليك ويتمحلس لك عشان تفكه. حسك عينك يبتز مشاعرك او عاطفتك ويأثر عليك، مفهوم؟ حاضر يا باي باي يا فينو. حاضر يا ماما. ولا يا كريم عاق، هتفكني ولا هتفضل عاق؟ هفضل عاق. ماشي هتروح مني فين؟
ما الدنيا كلها ايه؟ اوضه وصاله. ودين يا كريم لا مارس عليك كل اساليب التنمر لحد ما عقدك. انت عارف يا كريم امك دي اللي انت ماشي وراها وبتسمع كلامها كانت عايزه تسميك ايه لما اتولدت؟ شكري. تخيل بقى كنت كبرت وانت اسمك شكري. ده انت كان زمانك تريقت المدرسه دلوقتي. بس انا ايه وقفت لها وقلت لها مستحيل اسمي ابني شكري. امال سميتوني ايه في الاخر؟ خفيف قوي يالا، خفيف قوي. ما تفكني والنبي يا كريم، خليك راجل. ما اقدرش اكسر كلمه لماما. طب انت عارف ان ماما دي اللي انت مش عايز تكسر لها كلمه كانت عايزه تخلف بنت وتسميها شكريه، واول ما اتولدت كانت قرفانه منك قوي وعماله تلبسك فساتين، والصور دي كلها معايا. عارف يا بابا تحط الصور دي فين؟ احطها فين يالا؟ في درج المكتب مكان ما بتحط الصور. عليك ده انت غتت، حتى في هزارك غتت. يعني انت مش خايف؟ ماشي انت حر بقى. انا بقى هخش اطلع الصور دي اللي انت لابس فيها فساتين ومايو بكيني واوريها لكريمه، كريمه بنت وسيم، خليها تشوفك بالمايو. انت بجد معاك الصور دي يا بابا؟ اه معايا، بس لو فكتني هحرقها كلها قدامك، ومش هقول ان انت اللي فكتني، هقول ان انا اللي ضربتك وفكيت نفسي وهربت. حاضر. يلا يلا حبيبي يا كريم، حبيبي ابن العاطف الجميل جميل، برافو عليك يا كيمو. فين الصور يا بابا؟ صور ايه يا اهبل انت صدقت؟ خش جوه يالا، خش جوه، وهقول لماما ان انت اللي فكتني، خليها ترنك علقه. انت الذين قافله الباب من بره. ماشي ماشي كده مش هعرف اهرب يعني يا شيماء. ماشي. نسرين معلش هتستنيني في ظهر العماره عند مقلب الزباله كده. يلا. اتأخرت عليكي؟ عادي. عادي بنعملها على طول. انت كويس؟ انا كويس، انت كويسه؟ يلا بينا. يلا. يا جماعه كله يسمعني، كل اللي بيرقص مع واحده يسيبها ويسمعني. انا عايز اقول لنسرين حاجه قدامكم. عصفوره خش. نسرين انا بتقدم لك لقيت الطبطبة ويوما تنسعي ضحكتك فيها كهربا ببقى زي واحد جديد. طب لما الأغنية تخلص هنعمل إيه دلوقتي؟ مش عارف، ما قدامناش غير إن إحنا نستنى الناس اللي جميل جايبهم. بعت العيال مش جامدين قوي يعني، ممكن اضربهم بجد. اقعدي بقى واتفرجي على ايه ده؟ ايه يا حبيبي؟ ايه يا حبيبي انت هو في ايه؟ انت اول مره تخرجوا ولا ايه؟ مش عيب يا محترمه تبقى واقف في مكان محترم وتعاكس واحده زي القمر زي دي؟ انا؟ انت ولا كمان يعني البيل اللي واقف معاها مش ذكر، مش راجل، مش هيسد معاك. مين ده اللي مش هيسد يا وسيم؟ ده انا كنت بضربك علقه كل يوم ويوم. الله، هو في ايه؟ في ايه؟ فين الباشا المهزأ هو واصحابه عمالين يعكسوكي من الصبح، والبرنس المهزأ اللي واقف جنبك ده ما بيفتحش بقه. انا ما بصيتلهاش ولا كلمتها حتى اسالها. فعلا انا ما حدش عاكسني. جرى يا نسرين، هو انا هستنى ما يعكسوكي؟ لا يا ماما، انا راجل شرقي والكلام ده ما ياكلش معايا ابدا. بالراحة عليهم يا وسيم، هم مش قدك. ده انا لسه هنفخهم. لا 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 لا، شد شعره ماي هيرو. بالراحة عليهم يا وسيم، دول مش قدك. هوكي مين بقى؟ يا رب يكونوا يسيوني دلوقتي خلاص. اضربهم يا وسيم، كسر ضلوعهم. يا رب يكونوا يسيوني يا رب. يا رب وسيم. ياوي خدوني مكانه، اضربوني ليه يا جماعه؟ قلبه لا، حبه لا. يلا يا رجاله. نسرين بسرعة قبل ما يفوق. عصفورة فين؟ نسرين
انا بتقدم لك تتقدم ايه ده وقت والراجل بيموت؟ وسيم انت كويس؟ وسيم انت كويس يا وسيم؟ النضاره كويسه؟ كويس المهم موافقة يا وسيم موافقة. موافقه على ايه؟ ايوه موافقة اتجوزك. تتجوزين انا؟ ايوه موافقة. ده انا ما عملتش اي حاجه عشان ابهرك. بالعكس احنا فينا حاجات كتير قوي قريبة من بعض. انت كلك حاجات تخبل. كل مرة كنت بتأكد لي قد ايه انا بحبك وان اختياري كان صح، ولو انت بتحبني زي ما بحبك سوري يعني يا اسراء سوري. ولا يهمك. احنا ممكن نتجوز في خلال اسبوع. لا واسبوع ليه؟ خير البر عاجله النهارده. ألف مبروك. مبروك يا حبي. شفت وصلتينا ايه؟ ما تعيطش يا حبي. لا عيط. ما تعيطش بقى. لا عيط بقى براحتي. بقول لك يا عروسة، وسيم بيحب ينام على طرف السرير الشمال. لو متضايقة اسيبهولك. لا يا حبيبتي اتفضلي ما يغلاش عليكي. دي دموع الفرح بس مش ودي كمان دموع الفرح ولا ايه؟ بابا هو انت بتعمل ايه؟ انا مش فاهم حاجه. انا بتجوز على ماما يا حبيبي. انت غبي يا بابا، ما هي واقفه ايه؟ طب كنت تعمل الفرح بره. لا يا أخي أنا عارفة، أصل بابا يستحق واحدة أحسن مني بكتير. انت اتجننتوا. يلا كمان نخش ننام عندها مدرسه الصبح. كان نفسي ولادي يحضروا فرحي. جميل تعال. ايوه اللي عندك استفسار. كتر خيرك يا جميل. معلش يا بنتي، بقى في راجل يبقى مراته عندها الفستان الحلو ده ويتجوز عليها؟ كتر خيرك يا بسبوسة، ما تجيلكش في حاجة وحشة. شد حيلك يا بنتي. شد انا عايزك بس تهدى وتركز كده، عايزك تبقى اسد في الكوشه. النهارده ليله فرحك. فرح ايه وانت خلف؟ انت بتقول تهدى يا ابني. فين يا ابني المأذون؟ ما جاش لغايه دلوقتي ليه؟ بكلمه ما بيردش، ده سابع مأذون اكلمه يفكس. انا مش عارف منحاسه معاك ليه النهارده. طب اتصرف يلا خلصني. اتصرف ايه؟ بقول لك ايه، انا شاكك في حاجه. سيبنا اتصرف. بس بشرفي، الفستان ده قمر هياكل منك حته. طب ايه رايك بقى؟ انا نفسي اصغر وهصغر اهو. كهربا في جزمتك اهو. يا ابني حرام عليك. معلش يا مولانا، انا مضطر اعمل كده عشان تبقى عبره لاي مأذون يفكر يقرب من هنا. يا استاذ ده انا اللي مجوزك المدام. هو انت؟ ده كلهم هيروحوا ما عدا انت. ده انا بدعي عليك كل نص ساعه. ما خلاص بقى يا مازو سيبه، وبعدين كده خلاص مش فاضل اي مأذين في المحافظه كلها. انا مش عايز اسمع صوتك انت خالص. يعني كنت عايزني اعمل ايه؟ اسيبك تطير مني وتتجوز الوليه الحلوه اللي فوق دي؟ هو وسيم هو اللي هيتجوزها ويكسب. ثواني يا حاج، فوربيدن اريا، ممنوع الدخول. يا مازو. لا مفيش مازو، ما قلت حاجه مع يا استاذ مازو، انت مش فاكرني؟ انا الحاج رضا حمل مهندس نبيل اللي في الدور الخامس. انا كنت بصلي العشاء ولسه جاي يا دوبك. حرما يا حاج. ثانيه مازو، عدي يا مازو. مدام حاج متهيألي ينفع يجوزهم برضه. حاج طبعا ينفع يجوزهم. معلش يا حاج رضا، استنى بره 17 دقيقه بالظبط وهندخلك. كلها 17 دقيقه والتحدي يخلص وكلنا بس. اتفضل يا فندم. حرما. وبعدين يا جماعه هنعمل ايه؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم اسقف. امرنا. انا طالع عند مهندس نادر في شقه 16. ما اسمك؟ بيتر، وفي قول اخر بيتر. ادخله. بيتر ما ينفعش يجوزهم، دخله. اتفضل. شكرا. ايه ده فطائر جميله. الحق يا مازو، شايف اللي دخل ده طلع بيتر ميمي. بسم الله توكلنا على الله. بطايق الشهود. يا ابن اللعيبه يا جميل، ده انت صايع. وده هيقول لنا بالرفاء والبنين ولا بالزيتون والمشروم؟
امر يا باشا. مش انت الشاهد؟ انا عايز البطاقه. لا انا مش معايا بطاقه الصراحه، انا عليا مراقبه، بس ممكن تاخد كارنيه المراقبه ده احلى من 100 بطاقه. انا مالي انا بالقصه دي، انا مأذون، عايز بطاقه الرقم القومي دي مش هتنفع. مشيها يا مولانا، خليك فطن وارجع لاولادك. تمام هتنفع خلاص. البطاقه بتاعتها ايه؟ وساريه، ولو مش ساريه اخش انا. تخش يا بسيوني؟ ده انت ملط يا بسيوني، ما تخليناش نتكلم بقى. ثانية واحدة يا مولانا. في ايه يا نسرين بس تاني مالك؟ بص يا وسيم، أنا لا عايزة مهر ولا عايزة مؤخر، بس ممكن تمضي لي على القايمة دي؟ طب والله ما انت قايمه، همضي لك عليها طبعا. اهو هات يا شيخنا اهو. اتفضلي امسك القلم اهو. اتفضلي. اطلبوا حاجه تانية يا جماعه؟ نطلب حاجه تانية ايه؟ وانت يا ابني فطاطري بجد؟ اتفضل بقى. ايه ده؟ ده مأذون انجليزي بيكتب من الشمال لليمين. مازو مش قادرة، ثانية واحدة بس اطلع وانزل على طول. اترزعي في مكانك ما تتحركيش، انت السبب في اللي احنا فيه دلوقتي. بس هدوم في اي ثغره ممكن مأذون يعدي منها؟ لا تمام كله اتقفل. ها بس شكلها المرة دي كده تعادل درون. هانت كلها 7 دقايق والتحدي يخلص يا رب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مالك يا مازو؟ سرحان في ايه؟ انا اسمي بيتر. هو بتاع الدليفري ما نزلش؟ وفي قول اخر بيتر. بيتر. لا شوشو ايوه في ايه؟ شوشو هقول لك خبر وحش قوي، بس اياكي يغمى عليك عشان محتاجك. لا واحده عليا عشان انا عندي السكر. وسيم بيتجوز على اسراء في الشقه عنده تحت دلوقتي. قلبي لا انا قلبي كده بقول لك هحتاجك بسرعه الحياه تحت. طيب لا لو النبي. مبروك يا وسيم يا عريس. يلا يا جماعة عشان العرسان يقطعوا التورته. السنين بتجري. شويكار اتجوزت على بنتي يا وسيم. انا اهدي بس يا شوشو، ما تخليش غضبك يسبق ادبك. ما حدش يقول لهدي. وانت يا ست اسراء واقفه تتفرجي عادي كده ولا كأن في حاجه؟ انا اتجوزت على بنتي يا وسيم. اهدي بس، انا هقول لك على كل حاجه. لا مش قبل ما اعمل الواجب الاول. دق يا مزيكا. خططوها دستة وطورة، قالت أنا رايدة حبيبي يا بابا، ده حبيبي جميل الصورة، رايدة ولا رايدة سوا، رايدة ناس الفرح وكمان مرة الفرح والناس الحلوة اللي ما بيدوسوش على حد، اللي ما بيأذوش حد. وبنتي إسراء لا حول ولا قوة إلا بالله. ورقصني يا جدع. ورقصها يا جدع. استنى يا جدع. ايه اللي جابك يا ماما؟ جيت يا بنتي لاجل البخت عشان ما اسيبكيش لوحدك. الافراح يا ما بتلم، دي اصول الكار. اصول الكار انك تقعدي سلطانه، انت القسطه الكبيره. استريحي انت يا ماما وسيبي لي انا الطلعه دي. ايه العبط اللي انت بتعمليه؟ البسي هدومك يا هبله، ايه الهبل ده؟ خدي امك واطلعي فوق. يلا ماما دلوقتي يلا. اتفضلوا انتوا. ألف مبروك يا مستر وسيم وبالرفاء والبنين. يلا يا غريب. يلا بينا يا بسيوني. انا ليا تلت النقطه. طب مش يلا احنا بقى على شقتنا يا سمسم؟ شقتنا؟ كنتش عامل حسابي خالص. قصدك شقتك بقى؟ وشقتي وشقتك ايه؟ ما هي واحد يا حبيبي. لا مش واحد طبعا. واحد ازاي يعني؟ انت بتقولي ايه؟ اصل انا ما ينفع يعني، اصل انا راجل قوي ما ينفعش اعيش في شقه واحده زيك. نعم قصدي واحده زيك يعني هي اللي بتدفع ايجارها. الله يا وسيم، الله عليك، انت راجل قوي وانا مبسوطه قوي ان انا اتجوزتك، وانا بحب قوي الراجل اللي بيدفع الايجار. وبعدين اكيد انت عامل لي مفاجاه في الهانيمون صح؟ انت مفاجاه في الهانيمون اصلا. ان شاء الله اعمل لك مفاجاه ده لو كملنا مع بعض يعني. طب دلوقتي هنقعد فين؟ هنقعد هنا في الشقه عندي، انا اللي بدفع ايجار. وهو يعني تبقي كمان يعني نبقى تحت عين اسراء، قصدي يعني اسراء تبقى تحت جزمتك. انت عروسه جديده ومحتاجه اللي يخدمك. اسراء تمام. تصدق ان انا كنت هقول لك كده بس كنت خايفه على مشاعرها. تمام. فين اوضتي؟ 303 حاجزها لنا بالفطار. اتفضل. وسيم اسراء كويس ان انت جيتي، عايز تاخدني الاوضه وكده.
عايزاك. طب روح يا حبيبي وهستناك، ما تأخريهوش يا إسراء. اتفضلي. نجيب التاني اكيد. على قد زعلي اننا خسرنا التحدي ده، على قد فرحتي ان الولية الحلوة الوحشة دي بعدت عنك يا مازو. انا غبي كان لازم اسمع كلام زكريا وابعت ناس يعكسوها وادافع عنها طالما هي تافهه كده. انا كانت عجباني الفكره، انت اللي قفلتني منها. بس بقى ذاكرت ايه وزفت ايه وفكره ايه مفيش فكره اصلا. وسيبوني في حالي، انا حالتي مأساة خالص. ده ثالث تحدي اخش وما اخدش فلوس يا مازو. وده وقته يا سعدون؟ ده وقت فلوس دلوقتي؟ وبعدين انا مش مديك فلوس التحدي اللي فات. ما انت خدتهم مني عشان تعمل السنتر. ما انت خدتهم مني تاني عشان اعطيك تساعدونا. ما انت استلفتهم مني تاني عشان تجيب العربيه. ايه؟ هو انت جبت عربيه يا مازو؟ لا، ما انا قلت له كده عشان اخد منه الفلوس تاني. في حاجه؟ لا، وبعدين انت السبب، انت اللي خسرتنا اصلا التحدي ده. لا يا مازو، انت اللي اصريت اشيل معايا الخاتم وانا اللي ما كنتش عايز اشيل. خاتم ايه يا مازو؟ لا مش خادم، قصده الخادم، بيتكلم على غريب الخادم بتاعنا. صح؟ ايوه. قسما عظما يا مازو، لو اللي في دماغي طلع صح والخاتم بتاع شبكة امي اللي فضلتني انا على اسراء واديتهولي ما لقيتهوش في الدولاب. ايه يا شيماء اللي بتقوليه ده؟ يعني انا هاخد شبكة مراتي واديها لنسرين يا سعدون؟ اخلص بس. مستحيل. لا، لو ما لقيتيش الشبكة في الدولاب يبقى مش هتلاقيها، يبقى دي مشكلتك، انت اللي ضيعتيها. لسانك بينقط كذب. انا هطلع اشوف الخاتم في الدولاب، ولو ما لقيتهوش وديني يا مازو وديني لكون موقفة الدواء وارجع لك شيماء بتاعت زمان. فاكرها؟ مش عايزة افتكرها. رحمة الله عليك يا صاحبي، كنت بحبك قوي. انا عملنا ايه بس يا ربي؟ الحال يا استاذ وسيم من جدي من في ايه يا بسيوني؟ في ايه؟ انت مصحيني من احلى نوم، ايه اللي حصل؟ احلى نوم؟ يا حبيبتي دي جمله كده خبريه بتتقال، يعني ما فيهاش اي حاجه. مالك بس يا ماما؟ ما تعيطيش احسن اقعد اعيط جنبك انا كمان. وايه الشنطه دي؟ انا خلاص. لا مش دلوقتي، لسه ما كملتش كلامي. طيب انا خلاص ماليش قعد في البيت ده ولا دقيقه واحده. دلوقتي لا. ايه ده؟ في ايه يا اوفر؟ عمل لك ايه المالت ده؟ ما تقولي عمل لك ايه يا حماتي؟ عايزه تمشي ليه بس؟ بقول لك ايه يا ماما والنبي، خلصي عياط ومسكنه وانجزي، ولو عايزه تمشي امشي عشان انا واصله هنا واللي فيا مكفيني ومش ناقصاكي. شفتوا بتعاملني ازاي؟ انتوا كلكم مش طايقيني. عشان كده بدأتوا تلعبوا من ورايا. عندك حق يا حبيبتي، كلنا مذنبون. لا يا شوشو، انت بس عشان معاكي بيبي وبترضعي فخوفنا نقول لك يعني لا تتكبسي ولا حاجه، صح يا بازو ولا ايه؟ انا ما رضيتش اقول لها عشان خايف على نفسي من شيماء طبعا. لا، انت تقول اللي انت عايزه يا جوز بنتي يا غالي. انت بتتكلمي عن حد ما نعرفوش ولا ايه يا حماتي؟ حماتي انا مازو، ده انت بتكرهيني اكتر من الدبان. غير صحيح مطلقا، انا بحبك انت وبحب الدبان اكتر. بس خلاص انا هاخد شنطتي وامشي، ماليش قعاد. يا جماعه الحقونا، اغيثونا، عيش حبنا بالنار. البيت اللي بنيته طوبة فضة وطوبة دهب صيني بيتهدم البلدوزر. اعمل ايه يا رب؟ ايوه لقيتها. انت تلعبي معانا، ما تكسفناش بقى وحياة مصر عندك. حلفتني بالغالي، بس لا مش ممكن العب معاك، وانا ما احبش ابقى تقيله على حد. ارجوكي وافقي، وهم الولاد لما هيلعبوا هيبقوا تحت عينيكي. طيب، وحتى يعني افرض مثلا اني وافقت، هلعب في فريق مين؟ هتلعبي في فريق وسيم مع جوزك. لا وليه ما تلعبش مع فريق مازو؟ ما هي بتحبه وبتحترمه. بقول لك ايه يا بسيوني، ابعد عن مازو، المشرحه مش ناقصه قوتة، كفايه البلاوي اللي معايا. خلاص يا مازو اهدى. خلاص يا جماعه، انا موافق ان شوشو ترجع تلعب معايا في فرقتي. لا انا مش عايزه اتقل عليك يا وسيم، انا خلاص زي بعضه هلعب مع مازو، جوز بنتي حبيبي. حماتي، انت ليه هتلعبي معايا
ولا انا حبيبك، وبعد شويه مش هبقى حتى جوز بنتك. هي امك لازقه كده ليه؟ ارجوك يا استاذ مازو، استحلفك بكل غالي ورخيص بلاش اندفاع الشباب بتاعك ده. فكر على مهلك ووافق. طيب على ما مازو بقى يفكر ويقرر ويوافق، انا هروح اعمل لكم احلى فطار بما ان شوشو رجعت تلعب معانا تاني، وبالمره هطلق. ما بالمره نطلق احنا كمان. بتقول حاجه؟ ما قولش. انسي. ايه الفطار الاوفر ده؟ مفيش شاي بلبن ولا بقسماط؟ فطار عرايس بقى. انت ما طلقتهاش لحد دلوقتي ليه؟ اعمل ايه يا حبيبتي؟ انا قلت نفطر الاول، معقوله يعني هطلعها على لحم بطنها؟ عيب. الست جت. يا صباح الفل. صباح النور. ايه ده ايه ده ايه ده؟ ايه الفطار الطعم ده؟ تسلم ايدك يا سمسم. ايه سمسم دي؟ سمسم انا مالي؟ انا هي اللي بتقول كده، انا مالي؟ العفو يا نسرين يا حبيبتي، يا حبيبتنا انا واسراء يعني. ذوقك حلو قوي يا وسيم. اسراء ونسرين احلى من بعض. ربنا يخليكي ليا يا حماتي. حماتك ايه؟ دي حماتي انا. دي حماتي انا. لا دي حماتي، دي امك يا هبله. انت بتعملي ايه؟ حماتي انا يعني في مقام امي، يعني ينفع تقول لها حماتي؟ تمشي ولا تمشي؟ ماشي صح. معلش اصل المواضيع داخله في بعضها شويه. اكرم يا حبيبي ما بتاكلش ليه؟ كل. حاضر يا ماما نسرين. اكرم، اسمها طنط نسرين، انا مامتك، دي مرات ابوك اللي ان شاء الله تصلح جلدك. كراميل حبيبتي مش بتاكلي ليه؟ اصلي صايمه حبيبتي. دوق الحماميه دي من ايدي يا سمسم. ميرسي يا طنط نسرين، ميرسي يا طنط. حلو قوي الخاتم ده يا نسرين، ده زي ما يكون بتاعي بالظبط، ولا ايه يا مازو؟ لا يا شيخه، ده مختلف خالص عن بتاعك، ده دوكا كان اخضر. ايوه ده شبه الخاتم بتاعي اللي انا اتجوزت بيه واديتهولك يا شيماء. ده نفس خاتم جوازك اللي اديتيه لشيماء يوم جوازها وما رضيتيش تديهوني يوم جوازي. يا جماعه ايد الست، يا جماعه الست دي بتاعتي، ما ينفعش. بقول لك ايه يا نسرين، ما تخشي تجيبي دواء الحموضه بتاعي من جوه. عارفه درج الكومودينو؟ تلاقي النضارات فوق، وبعد كده تلاقي الشرابات السوداء، اللي بعد الشرابات الملونه، تلاقي بقى بين الشرابات السوداء والملونه دي في الدواء اللي هو لونه اخضر. ايه ده؟ ايه ده؟ امتى عملت كل ده؟ يا حبيبتي اي كلام بتوهها، انا ما عنديش شرابات اصلا. من عينيا يا سمسم. اسم تاني. هي اللي بتقول انا مالي. اهدوا الست مشيت، في ايه؟ خلاص في ايه؟ مالكوا؟ اهدوا يا جماعه. فاهم بس مش مستاهل. بسم الله الله اكبر. بقول لك ايه يا اسراء يا قلب اختي؟ ايه يا اختي يا حبيبتي؟ جزاء الحرامي ايه؟ قطع ايده ويتضرب بالجزمه. لو النبي كفايه يتضرب بالجزمه. اخلص يا كلب. بقى شيماء تسيبني مذلوله كده وانا شايفه خاتم جوازي في ايد مرات وسيم. ويا ريتها مرات وسيم اللي هي اختك، ده في ايد ضرتها اللي هي الست. بس بقى يا شيماء، انا اصلا مش عايز اقول بقى ان الخاتم اصلا ما كانش بيخش في صباعي. بقول لك ايه يا مازو، تخليني العب معاك واخلصك منهم هما الاثنين؟ فكره هايله. اهدوا بس يا بنات عشان الست ما تسمعناش. اول ما وسيم هيطلقها ان شاء الله الخاتم هيرجع، وانتي اوعي تفرطي يا حبيبتي في الشبكه بتاعتنا. بتاعتنا ده ايه؟ دي بتاعت الجزء الاولاني. ما هو كان تعبان فيها برضه. ماشي بس جايه اسف. اهلا الدواء يا حبيبي. اجيب لك ميه تبلع يا سمسم؟ لا ما انا شربت ملوخيه، الحموضه راحت خلاص. حقيقي تسلم ايدك يا وسيم، الاكل يجنن. بس على فكره انا النهارده انا اللي هطبخ لك. انا اصلي مش زي اسراء خالص. اذا كنت متعود ان انت اللي تطبخ، من هنا ورايح هياكل من ايديا انا اللي هطبخ. على فكره انا بعرف اطبخ كويس قوي، اكل فنادق بقى. ايوه بالظبط، الشيف الايطالي عندنا في الفندق كان متعلم منها الفراخ البانيه والبطاطس. ايه المهاره في كده؟ ما انا بعملها عادي. اي كلام بمشي. خد يا مازو يا حبيبي ال4000 جنيه ايجار الشهرين اللي فاتوا. انا قلت اديهم لك، يمكن تكون محتاج حاجه كده ولا كده. شكر يا حماتي، مش عاودك يعني. امسكي يا شيماء ال4000 جنيه اللي كنت مستلفهم منك عشان ادفع الايجار لامك. جم في وقتهم والله. امسكي يا ماما ال4000 جنيه اللي قلت لك ان مازو كان مزنوق فيها. ايه الغباء ده؟ انت تسكت خالص. بقول لك يا سمسم، عايزك في حاجه. انا سمسم عايزاني انا في ايه؟ الست بتاعتي. دي حاجه بيني وبينها بقى. وسيم ساعه
ساعة ليه؟ دلوقتي حالا. طب نسرين معلش اسبقيني كده على الاوضه يا حبيبتي، عايزك في حوار. ايه ده؟ نفس الحوار اللي انا عايزك فيه على فكرة. اخ يا شقي. خطيره. بقول لكم ايه، انا ماسك نفسي من الصبح مش عايز اطلعها قدامكم عشان ما احرجهاش. انا داخل اطلعها دلوقتي وراجع حالا، محدش يشيل طبقي، ارجع اكمل اكل عادي. حمام تحفه تحفه. باين قوي انه هيطلقها، يعني حتى عامل حمام محشي وجمبري عشان يعرف يطلقها كويس. لا، في حاجات احسن دلوقتي، مش كده يا بولي؟ وسيم. هاي يا بيبي، كنت عاوزني في ايه؟ يا نسرين يعني انا يعني مبسوط قوي بالفتره اللي احنا قضيناها مع بعض دي، بس انا يعني بس انت مكسوف صح؟ والله يا بيبي انا اللي المفروض ابقى مكسوفه منك من امبارح. حقيقي مش مصدقه ان لسه في راجل ممكن يمضي على حاجه وهو ما يعرفش جواها ايه. لا يا نسرين، اصل ده حقك، انت مش عارفه انت عملتي لي ايه امبارح. ساعتها بس اتاكدت ان انت 100% بتحبني لما مضيت على 8 مليون جنيه بتوع القايمه. لا اصل خدي بالك، الحب بيصنع المعجزات يعني. 8 مليون؟ وديني يا مازو الخاتم، لو ما رجع لي ارجع فوق لك من تاني. خلاص بقى شيماء هيطلقها ويرجع. اهو جيت اهو. هاي وسيم، عملت ايه؟ وشه مكلضم اهو، شكله زعلان انه طلقها. او ما لحقش يطلقها. وتقول لي حمام وفراخ. اخلص، طلقتها ولا لا؟ انا ما ينفعش اطلقها. ياه، حبيتها يا وسيم، حبيتها يا سمسم. حبيتها انت كمان تنيلي. انا طلعت ماضي على نفسي قايمه ب 8 مليون جنيه. ايه؟ زي ما سمعتوا كده، 8 مليون جنيه لازم ادفعها لها الاول عشان اعرف اطلقها. وده بالخاتم ولا من غير؟ تنيلي على عينك انت والخاتم، ده ب 11000 جنيه. طب وبعدين هنتصرف ازاي في الموضوع ده؟ ملهاش حل بقى غير ان حد فيكم يسلفني ال 8 مليون جنيه دي عشان يطلقها. انا مستعد اسلفك نص عمري واتجوزها. ايه؟ انا بقول اي كلام بس، وانا فاضل في عمري قد ايه عشان اسلف حد؟ كده يبقى لازم افضل اكمل لعب لغايه ما اجمع لها الفلوس. قصدك ايه؟ هتفضل مشاركاني فيك لحد ما تجمع لها الفلوس؟ اوعي تقولي كده، مستحيل اي حد يمس مني شعرايه طول ما انا على ذمتك. حافظ على نفسك يا وسيم. انا صاين نفسي كويس. مازو، انا محتاج لك قوي، احنا هنكمل لعب، كسبت انت كسبت انا، هاخد انا الفلوس. مين ده؟ ده انا هدوس على وشك اكتر من الاول، ده انت جيت على حجري يا فخد العرب. قفلوا على الموضوع ده، الست جايه. منورين يا حبايبي، خدوا راحتكم خالص في بيتي. إيه ده نورك يا درة بنتي حبيبتي، يا غالية يا غالية قوي قوي حبيبتي. ماما، ممكن تناوليني الحمامية اللي قدامك دي مامتي انا على فكرة. دلوقتي بقت مامتنا كلنا. ده انت اللي بقيتي مامتنا كلنا. بعد اذنكم، بعد اذنك روحي، مفيش حد هيخدمك بعد كده غير سمسم. حبيبي يا سمسم. 151 152 50 100 150. مش ممكن يا جماعه، الكرسي ده لو متفخخ مش هيبقى عامل كده. ايه ده؟ ايه ده؟ وايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ حاطين كتاب تخشينه للكرسي، ايه الغباء ده؟ ما تجيبوا حد من الهندسه يعمله. حد من الهندسه ايه؟ انت عايز ايه؟ ما تجيب لك كرسي يا اخي جديد، ما انت عندك فلوس قد كده. فلوس قد كده ايه؟ الفلوس دي مش هتتصرف ان شاء الله. اشتغل واقف. اشتغل واقف؟ اشتغل واقف. ليه كده؟ ليه كده؟ عشان عايز الفلوس دي، ما انت فاهم اهو. صحيح. أهلا بيكم في اللعبة. مبروك يا وسيم على الجواز، عروستك قمر. جاهزين للمهمة الجديدة؟ امبارح وانا بقرا في كتاب تحفة اسمه موسوعة جينيس. الكتاب ده متسجل فيه كل الأرقام القياسية لكل حاجة في أي حاجة، فقلت لنفسي إن انتوا مش أقل منهم ولازم تسجلوا نفسكم في الموسوعة دي. ده انتوا اللعيبة. وده بقى هيبقى من خلال المهمة الجديدة. مطلوب منك أو من أي فرد في فريقك إنه يسجل نفسه في موسوعة جينيس. جينيس احنا عاملين سكور. وما تتعبوش نفسكم خالص، أنا ليا حبايبي في جينيس خليتهم يقدموا لكم طلب من أسبوع، وفي خبير من الموسوعة طيارته هتوصل 5 الصبح وهيعدي عليكم. صحيح، جايزتكم المرة دي نص مليون جنيه. باي. نص مليون جنيه؟ حلو قوي قوي. خبير لسه ما جاش؟ لا لسه يا مازو. خلي بالك يعني انا ما نمتش خالص وقاعده مراقبه كل حاجه. وانا شاهد، والله انا شاهد.
طبعا انت مبسوطه من اللعب معانا يا شكشوكتي. قوي 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 يا بسبوستي، حاسه كده ان انا عندي طاقه وفورمه، واول ما انزل هسجل على طول. طب بذمتك انت هتلاقي الروح والتفاني والاخلاص ده في اللعب غير عند طارق حامد؟ انتوا هتقعدوا تطبلوا لبعض، وبعدين الراجل ده بيلعب ضدنا، مش عايز اشوفك قاعده جنبه تاني. اوكي بص. خش. الخبير وصل. رن على مستر وسيم بسرعه. صباح الخير يا جماعه، صباح الخير يا مصر. وجاي على نفسك ليه؟ ما كنت جيت الظهر احسن. معلش يا ايسو، انا كنت بنام نسرين، يعني كنت مستنيها لغايه ما تنام يعني عشان اجي. حنين قوي، وبتبعتني انا الاجتماع عند مازو، ها؟ وانزلي انت يا ايسو هاجي وراكي على طول، وتفضل عندها في الاوضه من 9 بالليل لحد 6 الصبح، لحد ما طق واموت من الغيظ. اكيد كان بيطلقها. ما تبطل استظراف انت وهو، انا في ستريس مش طبيعي لو سمحت. انت ما جربتش تبقى متجوز 2؟ هموت واعمل كده. ما انت فعلا هتموت. ما تخافيش يا ايسو يا حبيبتي، انت ما شفتهاش في اوضه النوم من غير ميك اب. وحشه قوي. قمر ما شاء الله عليه، انا ماسك نفسي بالعافيه. حبيبتي ما تقلقيش، انا ممكن ابقى معاها بجسمي لكن قلبي وعقلي مع ايسو طبعا. بجد يا ويسو؟ بجد يا ايسو يا حبيبتي. لا بقول لكم ايه، انا مش عايزه تلزيق هنا في شقتي، عايزين تلزقوا روحوا شقتكم لزقوا فيها. تيجي نروح نلزق في شقتنا؟ ماشي. بس مش هينفع عشان نسرين هناك. بطلي فرق بقى وسيبك مني، مش عارفه انام. الخبير وصل. اتصل بجميل بسرعه. السلام عليكم. ايه ده؟ متجمعين عند النبي؟ انا قلت اعدي عليكم، يعني احتجتوا حاجه ارمي لكم الفطار، احضر لكم الزبال. اهو الخبير وصل. اتصل بموبايلي بسرعه عشان ضايع. لا ما انا مش هفتح. على فكره تالت مره الباب بيخبط بتبقى متوقع انه الشخص اللي خبط مرتين قبل كده، لكن بيطلع الشخص اللي انت عايزه. تفتكر؟ انا مش فاكر حاجه من اللي انا قلتها. وانا مش فاهم حاجه من اللي انت قلتها، بس هفتح. لا انا مش عايز حاجه، ده في واحد بيسال عليكم ولا ماشيين؟ لا دخلوا. اتفضل. سهيل باتر، خبير موسوعة جنس الأرقام القياسية. عشان تفوت الموسوعة لازم تعمل شغلة من الاثنين، يا اما تكسر الرقم القياسي اللي مسجل عنا، او انك تعمل فكرة جديدة، فكرة تكون شخصية تجذب انتباه الناس، وبشرط انك ما تتعدى القوانين. وهيدا اخر عدد من الموسوعة، اللي بحب ياخد فكرة. ايه رايك؟ اول واحد يستلم الموسوعه ببقه، ادخل ولا ايه؟ انت عايز تدخل جينيس عشان مسكت الموسوعه ببقك؟ ما الخرتيت بيعملها كل يوم. لا بقول لك ايه، طب ما يخش جينيس بقى عشان ده الزق في السنه دي. ايه الاستظراف ده؟ دخلت انا الموسوعه كده ولا ايه؟ لا مع الاسف، انعملت قبلك، هتلاقيها بصفحه 718. حبيب جاي، هيدا مش بس استلموا بتمه واكلوا كمان. لا دي صعبه قوي دي. انا بحب اذكركم انه باقي 24 ساعه عبال ما طيارتي تتحرك من المطار. هيدا الكارت تبعي. كمان عملها حبيب جاي. لا ممكن دي. اتفضل. جينيس ولا ايه؟ مش جينيس. يلا بلش العد العكسي. يلا بقى، يلا بقى ساعدون نط بقى. عايز توقعني من فوق؟ انت جننت خلاص، عمال تزق في جاموسه. ايه يا اخي، هي اللعبه جننتك؟ ينعل ابو هطلك انت بموضوع الجن. في يا سعدون، ما الراجل بتاع سريلانكا عملها عادي، نط من الدور العاشر ونزل عايش عادي. كان اسمه ايه يا شوشو؟ اسمه اهو محبات هاي. محبات هاي. ما هو كان اسمه محبات هاي قبل ما ينط، انما بعد ما نط بقى اسمه محبات باي. محبات باي احسن منك محبات باي؟ ايوه يا عم، احسن مني ومن اللي خلفوني. حرام، انتوا عايزين تموتوني ليه؟ انت شايفها سهله؟ سهله جدا. طب ما تنطين. ما ينفعش. ليه ما ينفعش؟ عشان لازم اللي ينط يبقى بحرف السين. سعدون يا سلام. اقول لك حاجه يا سعدون، نط وانا هدي لك المكسب كله، او هدي الورثه، يعني تهاني اللي هيتبقى هديهوله. ما تنط بقى يا ابني وما تغلبناش، خلينا نخش الموسوعه ونخش ننام. شوشت، مالكيش انت دعوه بالموضوع ده، وحضرتك اتفضلي خشي نامي. حتى انت عايزاني اموت؟ عايزاني اموت ليه بس؟ انا عايز ربي يساعدونا. سعدون، هل انت متخيل مثلا ان انا ممكن اضحي بواحد صاحبي عشان اكسب؟ لا طبعا مش متخيل، انا متاكد. لا انا اكيد مأمنك تحت قبل ما اقول لك كده. تعال بص. لا بص، تعال ما تخافش، تعال بص. لا بص. ايه ده؟ حاطط لك تحت مرتبه الماني 20 سم سوسته. ودي ليه؟ هتنط عليها هترجع لنا تاني. يا شيخ ده في احلامك بقى ارجع تاني. انت بتقول ايه؟ غريب، انت ماسك كويس؟
ايوه ماشي كويس يا سي مازو. نط بقى يا استاذ سعدون. مالكش دعوه يا مؤمن، مش هنط يا سعدون. اهلا. ايه يا مازو، انتوا بتلعبوا من ورايا ولا ايه؟ لا يا حبيبي، فوق كده معايا. اللعبه المره دي لعبتي انا، وانت المفروض تبقى الاسيستنت بتاعي. انت فين يا شيماء من الصبح؟ عمال اكلمك على التليفون واتصل عليكي وادور عليكي مش لاقيكي. يا حبيبي ما تعملهمش عليا، بقول لك ايه، انا قتيله، هلعب معاكوا يعني هلعب معاكوا. خلاص يا شيماء ما قلناش حاجه. بقول لك يا شيماء، انت اللي هتكسبينا المره دي. بجد يا مظموزه؟ ازاي؟ بصي، في واحد في الموسوعه هنا قعد في التلاجة 12 ساعة، كان اسمه ايه يا شوشو؟ تامر. كان اسمه تامر. ده قعد في التلاجة 12 ساعة. أنا عايزك بقى تقعدي أكتر من تامر في التلاجة. قعد 12 ساعة في التلاجة؟ بس ايه؟ هتلعبي معانا وتكسبينا ولا هتدلعي وتخسرينا؟ يلا يا حماتي، بعون الله انت اللي هتدخلينا موسوعه جينيس اطول نفس تحت الميه. وريني انا نفسك الحلو بقى. ما انت عارف يا مازو طول عمري نفسي حلو في الاكل. لا يا حماتي، احنا مش هنغطسك في ملوخيه، دي ميه يا حبيبتي. طب ما انا نفسي حلو في الميه. انت عارف ان انا زمان كنت مشتركه في نادي مياه القاهره؟ والله؟ طب برافو عليكي، بس ده ملوش اي علاقه باللي هنعمله دلوقتي. اطمن يا مازو، اطمن على شوشت، دي زرقاء الحمامه الغطاس الاول. يلا يا شوشت تخش على الماء عشان ما نضيعش وقت. تخشي. بصي يا حبيبتي، دلوقتي انا هغطسك في الميه. اول ما تحسي ان انت هتموتي اخبطي لي خبطتين على البانيو، بس لما تحسي انك هتموتي فعلا يعني ما تدلعيش يعني. لا اياك تطلعني يا مازو لما اكسر الرقم القياسي. انا يعني حتى لو شفتني بفرفر. حتى لو فرفرت وكسرت البانيو نفسه. يلا يا جوجيت. طيب جاهزه؟ جاهزه. اتشهدي يلا. اشهد ولا لا؟ ايه ده؟ ايه صوت الخبط ده؟ البوليس كبس ولا ايه؟ هم عرفوا؟ ده وقته، امسكها على ماجد. ابدا العد ما تحمرقش. يلا. زي ليه؟ يلا. مش الباب. يخرب بيتك، ده انا نسيتك. ايه يا شيمو بتخبطي؟ ايه يا مازو، انا بقالي 3 ساعات وربع جوه التلاجة. كسرنا الرقم القياسي ولا لسه؟ لسه والله، بس هانت. انا عارف انت اكيد قاعده زهقانه. قلبي في موبايلك والوقت هيعدي بسرعه. اقلب ايه بس، انا مش حاسه بجسمي خالص. طب بقول لك يا مازو، ايه رايك لو بتدي تعمليها استعملها شفرة. بتعمل الله يخرب بيتك، الست هتمضي يلبسوها فين؟ سيبني، مش هطلعها، مش هنضيع مجهودنا ده كله. خلاص هنتبقى 31 دقيقة ونكسب. 31 دقيقة انت هتموت. انت مش يا ولاد الكلب، يا ولاد الكلب. ايه ده؟ حمتوني انت مين حضرتك؟ حمتوني. مش انت اللي قلتي؟ خلاص يا سيد، سيبه يا سيد. ليه؟ لك انا شو خصني انا؟ ده هيخسرنا ده. نسيت الباروكه بتاعتك. مازو، هو مين الراجل اللي خرج ده؟ احنا مش كنا بنغطس شوشت حماتك؟ مين ده؟ مش هي اللي قلب بذمتك؟ خايف قوي. انت خايف ولا انت عايزه؟ خسرنا يا ابني. لا ما خسرنا. ايه يا استاذ وسيم، خليني اشوف لك قد ايه كان الرقم القياسي. ده زلومه بيتصل. زلومه. 3 ساعات و14 ثانية. يلا انا جاي لعندك. يا شيماء، تعملي ايه في التلاجة؟ التلاجة. لا خليك عندك. انا بموت يا مازو، مش قادرة خلاص. كسبنا ولا لسه؟ لا لسه والله يا شيماء، بس بقول لك ايه، انت عامله شغل هايل. المكتب جينيس اللي بره كلموني قالوا لي ده في واحده اسمها شيماء مدبولي في مصر قلبة الدنيا. برافو عليك يا شيماء، استمري بقى. بجد يا مازو، انت حمستني ان انا واصل. اعتبر نفسك متجوز دب قطبي. والله يا حبيبتي انا طول عمري معتبر نفسي متجوز دب، بس النهارده قطبي. يلا سلام بقى يا شيماء، عشان انت مش فاهمه الوضع اللي انا فيه عامل ازاي. سلام.
بلدكوا دي يا مازو؟ دي هيغدونا. عايز نعزم من دي يا عمتي تقريبا. نورت الدنيا يا ابن اخوي. ازيك يا عمتي؟ بص لعمتك. لا من غير بص والنبي، هو جدي فين؟ لا قول لي يا استاذ مظهر، هي امريكا دي حلوه؟ حلوه امريكا. هو جدي فين يا جماعه؟ كمان بص لعمتك بقى. هو بص العمات ده بقى هو اللي بيخلينا نهج بره البلد. بص كتير قوي. هي عمتك من امك ولا فين؟ بقول لك ايه يا ماز، ما جبتليش حاجه من امريكا كده ولا كده؟ جبت لك شراب بس اتمسك في الجمرك. وده برضه صاحبك من امريكا؟ ايوه من شارع الجامع في امبابه. ايه موضوع امريكا ده؟ اما انا مفهم اهلي ان انا هاجرت امريكا عشان ما يقعدوش يكلموني انت فين يا مازو بقى وتعالى زورنا. يا جماعه هو جدي فين؟ هو تعبان او حاجه؟ تعبان؟ ده احنا اللي تعبانين. تلاقيه بس بيفك رجله ويتمشى في البلد كده، يرمح في البلد. ايوه يرمح في البلد. كويس انه كويس قوي. طيب هو يجي له كام سنه دلوقتي؟ يوه كتير قوي. هو حكالي انه حضر ثوره 19. ثوره 19؟ لا مش كتير قوي ولا حاجه. ما تعرفش انت بالظبط عنده كام سنه؟ لا انا ما اعرفش، بس هو كان بيحكي لي ان هو حضر الحمله الفرنسيه. فاكس الحوار ده فاكس، وانت راجل هجاص وبتطول كده وكمان كتير ده. خلاص يا سعد خلاص. انا محتاج اعرف يا جماعه معلش هو عنده كام سنه بالظبط؟ يجيله 118 سنه جديد. العب يا مازو وكسبنا الموضوع. اتصل باستاذ سهير. ماشي. الو. ايوه سهير. سهير ايه؟ ايوه استاذ سهيل. فكرني كده معلش، اكبر معمر في العالم كان عنده كام سنه؟ ادريس بومبا من الكاميرون 117 سنه. ده عيل صغير والله. انا جدي عنده 118 سنه. يلا خد بعضك وتعالى لي على بشتيل. هو يعرف بشتيل ده اخره الروشه ايه؟ هبعت لك عصفوره ياخدك. جدو جدي يا جدي انت يا جدي في الموضوع. ازيك يا جدو؟ مين ايه يا جدو؟ انا حفيدك. مين؟ محفوظ؟ لا محفوظ ده جدي. لا انا حفيد محفوظ. انا بقى حفيدك مظهر محفوظ. مظهر محفوظ؟ الحمد لله. يا ما انت كريم يا رب، يا ما انت كريم يا رب. انا في كل صلاه دعيتها من ربنا يا رب، قلت يا رب ما تموتنيش الا لما اشوفه يا رب، اموت بعد ما اشوفه الاول يا رب. يا رب انا خلاص مش عايز حاجه من الدنيا. لا انت مش عايز من الدنيا، انا عايز. جدو في ايه يا جدو؟ يا لهوي جدو قاطع نفس خالص. يا نهار اسود، لا حول ولا قوة الا بالله. ليه يا جدي تسيبني دلوقتي؟ ايه الولوعه دي؟ هو انت زعلان على الراجل ده؟ انت عارفه من 5 ثواني. انا زعلان على المهمه اللي راحت مننا. صحيح. معلش يا مازو مش ناصر، احنا حاولنا والمحاوله يعني خلاص. يعني المحاوله احنا ما يا كريم عايز انت كمان دلوقتي انا فتحت التلاجة لقيت ماما قاعده جوه متجمده خالص. انتوا متخانقين مع بعض فانت شايلها في التلاجة؟ لا ده هي تلاقيها حرانه شويه بس وقاعده في التلاجة. بس هي متجمده خالص وحتى ما بتردش. حطها في الفرن يا كريم، حطها في الفرن وهي تفك. ما تقرفنيش يا كريم، انا مش ناقصك دلوقتي. الهي تولع وهم بيفكوها. شوشو ايه المفاجأة اللي قلتي عاملاها لنا؟ اعتبر نفسك دخلت الموسوعة ودلدلت رجليك. بجد؟ ما هذه المفاجأة يا أمي؟ تعالوا ورايا. إلى أين؟ إيه ده؟ تا 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 تا. إيه ده؟ أكبر طبق فتة في التاريخ. عمايل إيديا وحياة عينيا. إيدك أبوسها يا حماتي. عشان تعرف إن أنا كمان عندي أفكار مش عالة على الفريق، والعيال دول ساعدوني.
الطبق ده كلفنا 20 شكارة رز ابيض و4 تريلات طماطم و3 جواميس. يخرب بيوتكم، جبتوا الفلوس دي منين؟ كله من خيرك يا مازو، من ايراد السنتر. يخرب بيتك. يا لهوي انا يا اما، ده انا افضل ارهرت في الطبق ده 3 شهور وما يخلص. تاني اما تيجي نرد على البيت يساعدونا فته بدل السريلاك، ترمي لحمه برضه. فكره. ياه، انا اول مره احس ان معايا فرقه بجد. انا بشكر الظروف يا حماتي اللي خلتني اتجوز شيماء عشان اقابلك. ما تسيب الطبق يا تهاني ببركته كده، بتاكلي ليه؟ ايه يا مازو، انا لو قعدت اكل فيه 10 سنين مش هيخلص، وبعدين كله من خيرك. اصل احنا عيله عجول لازم ندوق الاكل كده. واو، اول مره بشوف صحن رز بهالحجم. شكلك هتربح يا مازو. طب ما يلا يا عم سهيل، اعتمد مكسبنا بقى وخلي اللعبه ترن. إيه لا، في شغله انتوا بعد ما عرفتوها. ايه؟ الفاصل بينك وبين الربح حجم الصحن وعدد حبات الرز. يعني انا لازم اعد الرزات حبه حبه عشان اتاكد انه حبيتكم اكثر من حبيتهم. والله انا حبيتكم اكتر من الرز حبيبي. ماشي يلا بسم الله. 1 2 ده بجد 3 14 مليون 77 ألف و3 14 مليون 77 ألف و4 14 مليون 77 ألف و5. أنا خلصت يا جماعة. عن جد مجهود كتير كبير اللي انتوا عملتوه. الصحن وزنه طن 14 كيلو. ما حدا عمل صحن قبل هلا بهالوزن. الله اكبر. كسبنا. ايه بس مع الاسف السعودي حمزه القطروشي عمل صحن رز سنه 2004 كان عدد الرز فيه اكتر. ايه؟ بس انتوا عملتوا مجهود كتير حلو. يعني كان فاضلكم 3 حبات رز تكسروا الرقم القياسي وبتفوتوا الموسوعه. لا يا سعدون، القلم يبقى كده. سيبوا عني. هاتوها. ورقة يا عصفورة. بس لقيتها يا عم سهيل، احنا نعمل حلة رز ونقلبها في طبق الفتة، ولا من شاف ولا من دري. ولو اكيد لا، خلص ما انا وزنت وخلصت. هلا اذا تكون جربوا مره تانية فيكم تعملوا صحن من اول وجديد. ازاي بس؟ ده انا قعدت 9 ساعات اعمل فيه. حماية المستهلك قلب علينا الدنيا عشان السوق السودا اللي جايبين منها الرز. يلا معلم بتتعوض مره تانية. مين حيوصلني على المطار؟ نعم. لا انت تشقلب بقى في اي ميكروباص بقى، انت هتقرفنا. يلا مع السلامه. مع السلامه. شكرا. بقول لك يا مازو، هي زكريا اخرها الف ولا ت مربوطه؟ يا عم بس بقى يا عم، قرفتني بقى. عمال ساحلني وراك وماشي وراك وعمال تقول لي في افكار قديمه وانت ما عندكش فكره. بتكلم مين يا مازو؟ بتكلم مين؟ ده ما جاش، ده غياب طول السنه يا مازو. هو اللي فالح فيه بالزين ولا بالتاء ولا بالجيم؟ انت فاكرنا محو الاميه؟ انا قلت اشوفك هتلعب من غير افكار ازاي؟ افكار اللي كانت بتكسبكم. بتكسب مين يا عتيق يا منتهي الصلاحيه؟ ده انت ابيض واسود يالا. ده انت كنت قاعد في الجامعه بالنش واحنا اللي رجعناك تلعب. نعم يا حبيبي. ومين اللي جري ورايا في الجامعه وقاعد يتحايل عليا؟ الحقني يا زيكا. غلطه وبندفع ثمنها. يلا يا زيكا شد ومد والحق بقى قطر الساعه 12. اتفضل. ماشي. اتفرج بقى على زكريا لما يروح الفريق عند وسيم هيعمل ايه؟ لا والنبي خوفتني. وسيم ايه ده هيلبسك؟ والنبي يا سهيل اكتبوا في فرقه وسيم، اكتبوا في فرقه خليه يغرقه زي ما غرقني. اوكي ماشي. تشكر ايه؟ تعالى هنا. فين الفلوس اللي اديتها لك؟ هات. ده شقى عمري كله. هات يلا هات. يلا سلام عليكم. قاعد لي 29 سنه في سنه رابعه يا فاشل صائب. لحظه استاذ مازو، هلا هو صار له 29 سنه عم بعيد بسنه رابعه. تخيل، عمرك شفت حموريه اكتر من كده؟ بتعرف اذا هالحكي مزبوط بيكسر الرقم القياسي اذا معه ورقه بتثبت انه هو بعده طالب بالجامعه. ايه؟ لك ايه؟ زكريا اذا معه ورقه بتثبت انه هو طالب بالجامعه بيكسر الرقم العالمي وبيفوت موسوعه جينيس. 28 سنه اللي عمله عبدون زهار من موزمبيق. لا انت مش قصدك زكريا، انت قصدك الكونت دي مونت دي زكريا. انت مش قصدك زكريا، انت قصدك خالد الذكر زكريا اوت اوف ذا بوكس. حبيبي زي ما انت. ابعد، هتشرب خطوه واحده. ابوس ايدك يا زكريا، اديني الورقه اللي بتثبت انك قعدت 29 سنه في سنه رابعه، دي اللي هتكسبنا وتدخلنا جينيس. الورقه ايه؟
بس انت طردتني من الفريق. كلب واستاهل ضرب الجزمة على بقي، ومستعد ابوس رجلك صباع بس تديني الورقة. وانا كمان يا كنت زكريا مستعد اروح لكم البيت انضفه سبت وتلات. خليها سبت بس. اعتبرني انا بالذات شبشب بصباع في رجلك وتدينا الورقه ورحمه امك. هات الورقه. خطوه واحده ولا في الورقه. لا يا زكريا، اديني الورقه واي حاجه انت عايزها هعملها لك. اي حاجه. هات ال 500 جنيه خدتهم مني. هم ربع. اخلص يا كلب، انت هتكدبه. 500 جنيه ده 600 جنيه 1000 جنيه 1000 جنيه اهم. وهات الورقه. اي حاجه. بالراحه يا جميل. خلاص هانت بقى، استرجل يا جميل بقى. ما تتصل باللي اسمه سهيل ده، خليه يسجل. انا تعبت بقى. استنى. تعبت بقى. خلاص حاضر. بص يا بسيوني، شوف يا بسيوني. لسه ناقص، فاضل تاتو اطول منه ب40 سم على شكل خريطه مترو الانفاق المرحله الرابعه، مسجله باسم احمد فاروق فشاوي. كده مفيش غير حل واحد بس. ايه ده؟ انت بتعمل ايه يا راجل؟ انت عايز ايه؟ انا عايز ايه يا جميل؟ هنكمل الرسمه ولا انت عايزها تقف هنا؟ ما يقف هنا ولا يغور في ده. انت عايز مني ايه؟ خلاص نقف هنا وننزل في محطه المرج. لا مش هننزل في المرج، احنا هنكمل يا جميل. معلش جميل، ما تخافش انا واقف جنبها. ما تسيبها في حالها يا اخي، واقف جنبها ليه؟ انا ظهري بقى حائط بطولات. الله يخرب بيت اللعبه. لبيت جينيس، لبيت ابوك في نوبه واحده. انت بتقول ايه يالا؟ ماشي يا مستر كلب. هاي كفايه. هاي شكلكوا عسل وانتوا عاملين حيوانات. انا عايز سعدون يعمل لي واحده ست. لا انا مش هعمل واحده ست، انا ابوها بيزعق. طب يا جماعه سلام عليكم. معلم زكريا. وانت تشقلبي. اوامرك يا باشا. هوبا. يا حوش يا معدومين الضمير والذمه. الورقه اهي. الورقه الاصليه اهي. شفت المقلب مبتكره، يعني في حته مقلب يعني افكارك مبتكره وهايله والله بره الصندوق. طب يلا حلوه يا زكريا. يلا اديله بقى الورقه والنبي، اديها له يلا. يا اي خدمه. يلا في 60 ده يا زكريا. يلا. ها سهيل، جينيس ولا ايه؟ طيب الورقة مظبوطة يا عم. طب ايه اللعبة ما رنتش ليه؟ في ايه؟ كيف بدها ترن عندك؟ ما انت قلت لي سجلوا فرقة وسيم؟ ايه؟ يلا الله يعود عليك.